هذه الحلقة برعاية نينجا. هلا والله، ودي أبارك لكم مباركتين. المباركة الأولى أن تجاوزنا 500 ألف مشترك الحمد لله، والمباركة الثانية أن يوتيوب أرسل لنا درع أفضل بودكاست في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا بفضل الله ثم فضلكم وفضل دعمكم، فشكرا لكم. اشتراككم وتعليقاتكم وتفاعلكم معنا يفرق معنا كثير، ويعطيكم العافية واستمتعوا في الحلقة. بس أنا في سبب أصلاً ما يخليني إني أصف لاين، لأني أنا عندي مشاكل مع حق اللاين، في صراع بيننا، فتخيل أسمح الحق اللاين يقول سولف عني وأنت هنا. لحظة بجا، عشان حنا صغار وش كنا نشوف؟ خنبلة، الخلاط، تمساح، بربس بالحب، خذها كذا. شكرا يا برنس، تفضل. إيه. يا الجيل القديم افهم الجيل الجديد، بس لا تحاول تتكلم يفهم. تبي تواكب الجن زد كذا بيسمونك سمول لاتيه. بعدين عبد الله الربيع تابع انمي الهبال، هذا الهبال صدق. تابع لي ناروتو يتشكل وانت معضل وزنك 200 برا. ما ادري ليش ينضغطون من الكلام ده. انا اقول لهم انا اتشكل على الشخصيه اللي اقلدها، انا يعني زي الصلصال. اقول ما نتشكل، يقولون لا يشبهون لك. الاكله بتدخل من المعده من حلقك الى حتى السره. انا ما بنا انا ما انا ما انا ما بنا انا بس أنا قبل لا نسولف عن التقليد والشخصيات، ودي بس أعرف أنتم شلون عرفتوا بعض أصلا؟ كيف صرتوا أخويا؟ من يبدأ؟ الكبير اول. الكبير الله. الكبير الله بعد. في بدايه 2003 اواخر 2023 تقريبا، اواخرها. انا اصور سكتشات، فراس كان يصور سكتشات، يعني ما كنا نعرف بعض. يعني ما أنتوا فراس ما كنتوا تعرفون؟ ما كنا نعرف بعض. إيه. ففجأة لقيت مقطع بالإكسبلور، واحدة منزلة مقطع حاطة مقاطعي ومقاطع فراس، وكاتبة كنت أحسبهم شخص واحد. جتني كذا شيء، في شيء يشتغل، في شيء يشتغل. أنت أيوة. رحت دخلت حساب فراس، وضفنا بعض، قلت ولد ترى في أفكار مقاطع جاية، أن كنا نسب بعض ونرمي تهم على بعض، لأنه هو كان يطقطق على الرياض وأنا كنت أطقطق على جامعة الملك سعود. أوكي. فبما أن في جامعة السعود. لا إحنا ما كنا نعرف بعض. أوكي. فنرمي التهم على بعض عشان يصير ترند، وفعلا صار ترند الموضوع جدا. فحبينا الموضوع، صرنا نسولف كل شوي عن المقاطع والأفكار، تقابلنا صرنا نصور مع بعض، ولين الحين يعني خلاص صرنا ساكنين مع بعض وصار شغلنا كلنا مع بعض. يعني تعرفتوا على بعض أي. وبديتوا تصوروا سكتشات مع بعض. هذا أنا وفراس. عبد الله ما دخل في الصورة للحين. عبد الله كم قبل سنة ونص تقريبا، كان في حدث صاير تمام، ودق علي بعد الحدث هذا، ما نقدر نعرف. اي ما اقدر اقوله. دق علي وكنا ضايفين بعض من اول، بس ما كنت عارفه يعني. خوي مره في الجامعه تمام، كان يقول لي عنه انه بعد يصور تيك توك وكذا، وهو برضو بادي من 23 تقريبا يعني 24 تقريبا. ايه. فكلنا نتقابل. اول ما تقابلنا صورنا كذا سكتشين على الدزه، السكتش اللي في حسابي جاب 2 اللي في حسابي جاب 2. صرنا نصور مع بعض. كان في استراحه كمستري. لا، في اول مره تعرف عليه يمشورني يعني. يعني تكفى. اول مره تعرف عليه يقول بالله بس مأجر موتر سقه وامشي معي. تبهذلني في اول مره لاني حبيته على طول، وداني بهذلني. حسيت ان الولد هذا مريح، يعني خليني امون عليه بسرعه عشان اشوف شو وضعه. اجس نبضه اي يسوق سيارتي. اي ابى اجس نبض الولد هذا، فطلع جامد الصراحه. ما قال يسوق سيارتي، فدخلنا كلنا مع بعض شقه واحده. اول مره وش سوى هو؟ قال لقى كان في موتر صني عنده كذا مغبر. ايوه. مأجره هو يبي يرجعه. اول مره جاي اسلم عليه كذا بالحب، فجاه قال لي اقول خذ المفتاح يا حبيبي وراح ودى مكتب الايجار معي. هذه اول مره ترى. تستهبل. قال لي رحنا مع بعض. اتوقع في نفس اليوم ترى، اتوقع يا نمت عندي انت او انا نمت عندك بالاستراحه.
كذا. اتوقع ما على هذه ما طول. يسويها الا واحد يحس انه يمون عليك وحبك وارتاح. إيه. إيه. على طول. طيب الحين انت قابلت عبد الله، صورت سكتشات ودخلتوا مع بعض، فراس وينه في الصوره مع عبد الله؟ حلو. اقول انا فراس روح. لا ودي اسمع من فراس. موجود في الصورة بس لا، ما احنا نبغى- تعرفنا. لا هو برا الفريم شوي، كان لا انا كان كلوز شوي. بس هو كان يعني صريحين كنا ما نحب. شوف لا الصدق مو اننا ما نحب بعض. في الفترة اللي كانوا الشباب يصورون فيها سكتشات انا ما كنت موجود بالسعودية، كنت ادرس برا. عرفت؟ فرجعت، يوم رجعت قمنا نصور مع بعض. طيب انتم متى عرفتوا طيب انا ودي اسالكم، نسيت تلغي اشتراكاتك وطفروا بك لانك باختصار ما تستخدم بنك دي 360. شوف اشتراكات بطاقتي كلها قدامي، عارفها واتحكم فيها، وتراك تقدر تفتح معهم حساب في دقيقتين. يلا معوض خير ابو سعد، الله يعطيك العافيه. لا تخاف، هذه حواله مني، مش امورك فيها لين نهايه الشهر. متى انتم اكتشفتوا انكم ما تحبون بعض ومتى انكسر الشيء ذا؟ ايه دق علينا فيديو كان برا. خليني بقى اقول لك السالفه. خله السالفة. طبعا فراس حتى وهو برا كنا داخلين جروب وندق عليه حتى في التصوير، فكانت شغلنا مع بعض حتى وهو برا. ولكن كيف يوم انا تعرفت على عبد الله كيف دخلتهم كذا مع بعض، دقيت فيديو. طبعا كلنا انا وفراس اول ما كنا شوي مع عبد الله تمام، فدقيت عليه قال بالله تكفى شوف الولد وش وضعه وكذا وعلمني. بس ملحوظه ترى معهم حق كان يعني. ليش؟ كنت متميلح شرس يعني. اوف ايه ما نعرف هذا أعترف أنا. جانب من شخصيتك. ايه فيعني معهم حق. اوكي عرفت؟ فبقول جانبي يعني. فرحت هناك فشافوني متميلح يبون يذبون علي، فهمت؟ فما يدرون اني خريج جنوب الرياض، فعطيتها تبيها كلام. اول ذبه ضحك، ثاني ذبه قال لا الولد لهلوب، خلنا ندق على فراس، ويدق على فراس. جاء فراس يبي يسوي الاختبار برضو، ذب علي وارد عليه، ضحكت تخوينا شبكتوا على طول. على طول. طيب وش اول ودي اسمع منكم كل شخص يعني، وش اول فيديو ضرب لكم يعني وحسيتوا انه انا صرت مشهور صرت معروف؟ ابدا مع باسل. لا ترى في فرق، اول فيديو ضرب او اول فيديو حسيت اني بعد خلاص صرت مشهور. اول فيديو ضرب كنت شو اسمه مصور مع العيال اثنين من اخوياي على اغنيه ال 21 سافج، كانت ترند. ايوه فجاب 600,000، بس ما حسيت اني مشهور بعدها. بس متى حسيت اني مشهور؟ سويت ترندين في نفس الوقت، ترند محتوى جامعة الإمام فيرسز جامعة الملك سعود، وكان في جامعة الملك سعود الوليد القحطاني الله يذكره بالخير. وقتها سويت ترند القناع. كنت أسوي مقاطع، كل مقطع الحالة هذه كيف يتصرف فيها الأجنبي وكيف يتصرف فيها السعودي. مثال أن دخلت كافي، طاولة فيها جوال نظارة مفتاح بس ما في أحد جالس. عندنا في السعودية هذه محجوزة الطاولة صح؟ برا ممكن يجي أحد مثلا في أمريكا ممكن يجي واحد يجرفها. فهذه كانت فكرة الترند هذا. فبعدها أنا صدق حسيت إن خلاص لازم أكمل وأبدأ أطور نفسي أكثر وأكثر، وحسيت الناس يعرفوني كله. لقيت وش يحبون الناس أي. واستمريت. فراس وش انا شوف، انا بالعاده شخص اذا رحت مثلا مكان فيه ناس كثير تحصلني صرت هادي اكثر، اتوتر الاماكن اللي فيها ناس كثير، فوش الهدوء هذا يخليني اركز في الناس وش يسوون. فكنت اشوف عرفت اللي في القهاوي والشباب وكذا، هدوء ما قبل العاصفة. كنت تشوف الشباب خصوصا هنا بالرياض اذا راح قهوه في اشياء لازم يسويها. طبعا كانت هبه وخلص الحمد لله، اللي هي نظاره كذا اللي ما فيها اطار، شو اسمها وش يسمونها؟ بس معروفة هذه. إيه. لا عرفتها اللي شمسي في الليل، وجل وكده كذا تلمع مره وعصا ووقفه. الوقفة أهم شيء دي اللي كذا. طيب هذه معطيات حلوه، هذا مقطع ليش ما اقلدهم؟
اذا رحت قهوه الاشكال اللي بتشوف في القهوه كيف ذكرت المقطع انا. حق الرجل الاحدب. الاحدب من بعدها انتشرت سالفه الرجل الاحدب مره، وانا مبسوط قاعد طالع. اوه إيه. انت اول من بداها. نعم هو اخترع كلمة الرجل الأحدب زي أوه. جحفلي كذا عرفت إيه. جحفلة الرجل الأحدب صارت في انتشرت مره إيه في إيه، صح، الرحمانية صح. اوه عجيب. وعبد الله وش اول مقطع كذا حسيت ان الناس أول مقطع حسيت إني مرة الصراحة دكتور التونسي يعني إيه كنت والله ترى جت بالصدفة هي ترى كنت في الجامعة ولعل الدكتور أعطاني كذا كم من كلمة حلوة ايه لأن جبت العيد كان دكتور رياضيات الله يذكره في الخير بالخير. فبعدها طلعت كذا انقهرت شوي يعني من شوي قلت ليش يعني هذا كان رابع دكتور وكان شديد بس يعني هو فلاوي برا وشديد في الدراسة. فقلت هم ليش ما قلدهم. في البريك دقيت على خويي رحنا الشعبة اللي جنبها صورنا المقطع لعله هو في الجامعه في الجامعة وبالثوب. ما تحس انه هي يسبب لك مشكله انك قلدت المدرس؟ انت قابلت المدرس ولا؟ نعم قابلت المدرس وانبسط مبسوط وانبسط وضحك. والشعبة بعدين أرسلوا لي المقطع في شعبة ثانية وطلعت من الشعبة لأني خفت الصدق. لا إيه قلت يمكن الثاني يزعل ولا شيء بس الحمد لله يعني تقبل الموضوع الحمد لله. لا كويس. انا اصلا عندي فضول اعرف ليه انتم بديتوا تصورون سكتشات، يعني وش الدافع اللي خلاكم اصلا تصورون سكتشات؟ ليه مو بشيء ثاني؟ تقدر تقول نحب التمثيل. بس انا عن نفسي مثلا يوم كنت اقعد مع الشباب وكذا صار لي مثلا موقف في هذا اليوم اقوم اقلد الموقف كذا، اقوم اتحرك انه جاء سوى معي يتكلم كذا فاقعد اقلد هذا الشخص فالشباب يضحكون. فمن اللحظه هذيك قلت طيب يمكن انا اقدر اسوي شيء، اقدر يعني بما اني قاعد اسوي نفس حركات الرجال اللي قابلته تقريبا تمثيل اسويها قدام الشباب يضحكون. طيب حلو افتح كاميرا اجرب ومشت. يعني حب كذا للتمثيل، هذا الشيء يجمعكم كلكم. صحيح. يعني أنا كان عندي فضول أول أصلاً هل هم أخويا في الجامعة بس الحين عرفت إن باسل أصلاً بادي يصور، ما كان يعرف فراس، كلم فراس لأنه يصور سكتشات زي كثير من صناع المحتوى إذا تواصلوا مع بعض بعدين تواصلتوا مع عبد الله، فكلكم أنتم يعني عرفتوا بعض وأنتم تصورون أصلاً سكتشات. طيب من أو كيف تفلترون السكتشات اللي تسوونها؟ من اللي يقيم؟ يعني باسل صور فيديو، كيف تقيمون هالفيديو أنتم مع بعض؟ هل تشوفونه مع بعض؟ وش الميزان حقكم عشان تقولون هذا فيديو كويس ينتشر ولا لا احذف ولا عدل عليه؟ صعبة والله ذي أصعب سؤال هذا. هذا سؤال صعب ان احنا كيف نقدر نجاوب عليه، بس انه بيننا كذا نحسه سهل. لان مثلا احنا جالسين بالشقه يطلع عبد الله يقول لي عيال عندي فكره مقطع يقولها انا فراس نجلس ندور مثلا زي نسميها هنتات زي الهند كيف مقطع ذبه مثلا حلوه، وش تسوي السيناريو، وش الاشياء اللي دعم المقطع. نشوف اذا جاب بالنا شيء خلاص نعمد الفكره ذي تمام مع بعض كلنا ونروح نصورها مع بعض. اذا ما جاب بالنا شيء نقول عبد الله ترى الفكره شوي. شوف هي خطوات ترى. الخطوه الاولى اوديشن عند الشباب في الصاله. إيه. خذ لك مثلا اللبس وذا وقعد تسوي الاوديشن عند العيال. اعطوك الابروف خش يا معلم. ما اعطوك الابروف يعني تجرب عليهم. إيه. اذا حسيتهم ضحكوا تصور. وفي حالات استثنائيه ترى يمكن يصمل الفكره نقول لا بس الواحد فينا يصمل يعني يكون عنده بوتنشل عجبتني بسوي ففي نص التصوير والله نكتشف فكره حلوه تطلع معنا اضافات. وش الفكره اللي واحد منكم صمل فيها البقيه ما كانوا مقتنعين فيها وضربت؟ اللي هو بودكاست الايجابيه. اوكي. إيه. قلت لهم يا عيال بقلد الايجابيين. اوكي. اقول لهم قالوا الصراحه لا ما واحجز الاستديو واروح هناك واجيبهم. حاجز استديو؟ ايه يعني ما انت بتصور في مكانك ولا في الشقه؟ لا في اللي هو البودكاست اصوره في استديو احجز. ايه عشان بعد يعرفون الناس انه في تجهيز ترى وفي استئجار. نجهز طبعا. إيه. واوجه له تحيه نايف الدوسري والمصور يعني رهيب الصراحه. فهو كان يعني قلت له يلا قال لي يلا وظبط الاضاءات ومستر وكذا والعيال ورا. فبديت اقول المقطع في البدايه العيال قاموا يضحكون ورا. اوكي. اي فبعد ما صاروا يضحكون بدوا يعطوني اشياء. في اشياء ترى اعطوني اياها العيال اصلا.
يعني زي حقة الإيجابي بالقلب، إيه. هذا أعطاني إياها بس أنا زودت عليها شيء بسيط كذا يعني. فعجبهم بعد المقطع والشيء ذا يصير بعد مع فراس إيه. باسل إيه. أتوقع. إيه. يصير إيه. طيب لو اختلفتوا على فكرة، من اللي رأيه دايم هو اللي يثبت يعني؟ من اللي رأيه قوي فيكم يعني؟ أنا ولا الصراحة بالتساوي؟ أنا أثق في باسل الصدق. أفا إيه. لأن هو مرة، لا بقول لك ليش، إيه. بقول لك ليش، لأن باسل ترى ما يجامل. باسل عنده ميزة ما يعني هو مرات فراس لطيف يعني. فراس صراحة مرات يقول حلوة يمديك تعطيها مثلا 1 2 كذا. حلوة بس. ايه حلوة بس، انا ما ابي حلوة بس، مم. انت وقفني. فلما يقول حلوة بس اقول لا دقيقة، ارفع الجوال ادق على باسل. كيف؟ قول لا سوي ذي، قول له خلاص في الوجه في الوجه يعطيك. سيء. وانت تعطيه في الوجه. وفراس نفس الكلام، لا انا اعطيه حلوة بس. انت تعطيه حلوة بس. انا مع الحلوة ويروح بس الفراس. يعني. يا أخي أقول لك، لأن تقدر تقول مثلا بالمقطع أنا أكون ترى يعني أدقق بالمقطع بزيادة. ممكن إيه. عبد الله ما يحب ترى هذا الشيء، إن عبد الله لا تسوي هذه الحركة في المقطع حسها ماشي. أنا عندي تدقيق بزيادة، العيال يدرون إني أنا الصدق أدقق في المقطع. مم. فممكن طريقة تفكيري أنا في المقطع تختلف عن عبد الله، لكن عبد الله من اللي يوافقه في الرأي ويدعم فكرته باسل. بس طيب من اللي يخرج الفيديوهات؟ يعني على حسب، مثلا باسل راح يصور مقطع إيه. ويقول فراس اسمع انا بركز في اني اسوي المقطع وانت ركز في يعني اخرج المقطع، بس انا بسوي الاشياء اللي عندي اللي انا مسجلها. طبعا باسل يكتب الفكره، يسوي كل شيء بالفكره، الهنتات وهذه اساعد انا. اوقات باسل يكون يبي يركز في الفكره نفسها، فيقول لي فراس انت شوف طريقه التصوير كيف تحسها، اذا في شيء تبيه تتعدل زي كذا، يختلف يعني. يعني كذا انتم إيه، يعني تخلون اللي واحد يصور منكم صح. يعطيكم تعليمات والثاني يركز في الشخصيه. يا سلام. يعني مثلا عبد الله يصور، انا وفراس ورا الكاميرا. فراس يصور، انا وعبد الله ورا الكاميرا. اذا يحتاج واحد منا يطلع معه دائما دائما 90% الا اذا في يعني ايه إلا ما 90% ندر. الا ما ندر يعني. وفي شغله ترى مقاطعنا الصدق نتعب عليها. صح. يعني مثلا اخر مقطع باسل سواه وشو سوي شيء غريب. احنا دائما نصور بالبرحه، حلو، وهذا الشيء اللي يضحك انك تسوي اشياء ما تصير في البرحه بس انت البرحه ذي وينها في؟ بس في فضول عندي، دايم تصورون الابروب فيها. عند باسل هو اللي يقول مكانها ولا البرحه هذه انا احس لو نقول مكانها لا خلاص بس قل يعني إيه. وش البرحه هذه عند يعني ممتلك خاص لنا. اوكي تمام. ف بدينا نصور فيها وحبينا المكان، صرنا نرتاح لما نصور فيه. لما نروح مكان ثاني ما نرتاح. مدلعنا فيها تمام. اضاءة ترى ايه من الله، اضاءة إضاءة من الله. إيه. يعني السكتشات اللي تكون تعطي طابع انك انت خارج مبنى، نرتاح نصور في البرحه. بس اذا احتاجنا استديو ولا احتاجنا، بالعكس يعني احنا قاعدين نتعب ويعني وانا اقول قاعدين ندفع المقاطع. يعني زي فراس كان بيقول اخر مقطع انا صورته اللي هو امس، ايه جبت اتوقع بيت شعر، خليتهم يركبونه في وسط البرحه، تمام، على الشارع. إيه. بيت شعر شعبي يعني كل تفاصيل موجوده، تمام، عشان اقلد شخصيه معينه. بس والله تكلفه يعني. إيه. السيارات اللي نجيبها إيه. نقعد ندور مثلا معرض عند هذه السياره، نروح للمعرض اسمه بنعطيك مبلغ كذا جيب السياره حطها عندنا، يعني زي كذا. ميك اب ارتست نعرفه، يجي حق هو اللي يسوي لك صلعه، يسوي لك مدري ايش، هذه كلها تكاليف. والشعر والملابس. محمد رمضان انت ما شفت؟ لا طق القرعة ترى، لا. وش فيك انت؟ ما شفت بالميك اب صلعت حبيبي ميك اب. لا، ما شفت. الديرتي الكحل ذا اللي هنا اللي مجنون. لا ما شفت. بدله شاري بدله إيه. عشان المقطع. بعد وكذا. نجيب مرات نحتاج كومبارس إيه. مثلا اكستراز معنا في المقطع. نجيب انا قلت جاب 20 كومبارس. قلت شخص بس ما اقدر اقول اسمه يعني عشان ما تثبت لي. إيه. جبت معي اتوقع 9 كومبارس عشان يضبط قل اسمه على الوزن، لا تقول اسمه. عازي خلاص عرفون. عزازي هذا انسان حقيقي. هذا انسان حقيقي. عزازي موجود. لا عزازي فريدو. موجود، تحية، لا مو هو. إيه. بس عازي على وزن عازي هو. ايه أوكي. ايه فاقول لك يعني احتجت كومبارس، فكلمت واحد من الشباب عندنا بالشركه وجاب لي الكومبارس، وجبت موتر يعني عشان يواكب الموضوع. بس منو جابوا لك؟ هم متخصصين في هالشيء
الشركه في الشركه اللي احنا معهم ايه في لهم مجالات عده. هذه معلومه ما كنت ادري. يعني انتم مع شركه قاعده تدير اعمالكم. صحيح ممتاز. الشركه هذه قاعده تساعدكم في الكاست، تجيب لكم ممثلين. صحيح. اوجه لهم والفيونكة تحيه اهم كلهم. شيء ترى. الشباب الفيونكة كلهم اهم ما شيء ترى. يحتاج. والفيونكة حط فيونكة فوق الموتر. اوف. ايوه اي حط أنت فيونكه لازم. صح، وجائزه اني باهدي سياره. الفيونكة يعني الفيونكة سيارتين. هي الاساس اساسا. ايه سيارتين جبت صح. طيب متفرغين انتم للشيء ذا؟ هذا خلاص شغلكم الحين، ولا يعني فراس اليوم قال لي انه عنده اختبار بعد شوي، يعني بنحاول نخلص تصوير بدري عشان يختبر ما يسقط. نوزن توزنون. من إيه. ناحيه التفرغ يدرسون. إيه. انا الحمد لله خذيت الوثيقه قبل اسبوع. ما شاء الله. ولا اسبوع شايف نفسه علينا. لا لا لا, لا. لا لا ابدا ما اعرف. إيه. والله من بعدها رافع خشمه ما عاد نشوفه. اوه ايه خلاص. والله لان يحق عنده لي وقت فاضي كذا. يقول لك والله وثيقة يحق لي على طول جاب خيمه وجاب إيه. فيونكة. بس من حقه يا اخي. والله من من حقه. تعبت في الجامعه. راحه نفسيه ترى بعد التخرج، تعب راحه مرة. ما توصل. والله تعبت مره تعبت. طيب يا حبذا لو نغير المحور بس يا شباب. ما نقدر نعرف وين تدرسون. انا في جامعه الامام، تخرجت من جامعه الامام العريقه. تحيه لجميع طلاب ومنسبي جامعه الامام. ونعم فيهم. فراس اي جامعه؟ لازم. لا مو بلازم. انا كنت إذا في تبغى. انا كنت في احد الجامعات إيه. تخصص هندسه كيميائيه وبعدين طلعت. آه والان انا في جامعه ثانيه. انت الان في تخصص، جامعه ثانيه. اداره اعمال. منتظم ولا عن بعد ولا؟ يعني ما بين وبين. منتظم ولا عن بعد فراس؟ ما بين وبين بين الحبلين. كذا إيه، نظام. نمشي كذا عرفت. إيه على الخفيف. طيب اتوقع عرفت الجامعه الحين. اتوقع طلعت. اتوقع عرفنا يوم قلت ما بين وبين عرفنا. إيه. بس الله يوفقكم ان شاء الله تخرجون. اللهم ناويين آمين. تتفرغون اذا تخرجتوا؟ اكيد. انا بس اتوقع اتخذ القرار. انا لا مو بناوي اتفرغ. يعني انا بالعكس الشيء اللي انا قاعد اسويه الان اللي هو التمثيل، السكتشات، هذا شيء احنا نحبه وان شاء الله يعني ان شاء الله بعد توفيق الله نحن ما نوقف هذا الشيء. تمام باذن الله. ولكن انا على الصعيد الشخصي يعني احاول اني بعد ما اوقف يعني دراستي وزي كذا ممكن يعني اكمل مثلا ماجستير ولا رجال كلام الدبلوماسي يبي يتفرغ الزبده ويبي يمثل. ابي ويا يا مخرجين أبي اثنين. الله من الحين تناشد. عرفت؟ اتوقع يا الجواب هذا عشان لو يسمعوا اهل يا اخي المفروض ممكن صح إيه، ممكن. صح. إيه. المفروض- خليه يضبط لا نفسه. المفروض يلعبها صح. قل انا متفرغ عشان المخرجين يجيبونك الحين خلاص. انا متفرغ. اي إيه. متفرغ وجاب الوثيقه وحقه الماجستير هذه وممثل جامد. ورهيب. طال اهلي بس. شفت؟ قل عشان تدخل. طيب بنزل عليك ابو ادريس، قاعد تحجر لباسل. انت قلت طبعا شخصيات بودكاست كثير، يعني قبل شوي قلت الايجابي، البساط احمدي، عبد الله بربرلي، عيش. فواحده من الشخصيات كذا ما ادري ليش كذا حسيت انك نزلت عليه يصير خير. هل انت كنت تقصدنا ولا وش الوضع؟ ايت. يمكن البساط احمدي. طيب شوف هذا هو البساط. هذا هو ولا؟ والله شوف. والله شوف. والله شوف، اول شيء نرجع البودكاست اصلا من البدايه وبقولها لك يعني فعلا ترى يصير خير. قد قلتها للعيال من زمان. تشيك ليست بالنسبه لي اني اروح يصير خير، معلومه يعني عشان يا تكون في حبيبي الصورة. والله. حلو. فكنت اقول للشباب يا اخي ليه ما يجيبوني يصير خير؟ يا اخي اعرف اتكلم، انا عندي مواضيع. عرفت؟ خذ عندي موضوع لو تبي نتكلم عن الاحصاء، لو تبي نتكلم عن وش اللي صاير الان، اقدر اتكلم. بعدين قلت والقعده ذي طبعا لابد منها يعني. إيه لازم تشوف كلنا موحدين. يعني ترى أنا حققت حلمي الان، حققت حلمي انا. فقلت ليش ناقص ما النظاره بس ما جبتها للاسف. بس انا وش قلت؟ وش قلت ليش ما اسوي بودكاست خاص فيني؟ اوكي. نعم. فاول مقطع قلت يلا نسوي برنامج الخاص وانا الضيف. فسويت ضيوف يعني البربرلي والذا وفرفرلي وكركرلي. لا رهيبه صراحه، شخصيات مره كانت رهيبه. والناس حبتها مره يعني لانك كنت قاعد تلمس شيء صدقي قاعد يصير صراحه في البودكاست، سواء في يصير خير ولا برا يصير خير. يصير خير ترى كل حلقاتها مخلص. انا اقول لك مبدئيا وهذا الكوب قلت له جديد. يراضيني عبد الله. مدقق في التفاصيل. لا والله صدق ترى مع الرياض والزحمات يا حبيبي. انا لا يعني اول واحد والله علق على المقطع اللي انت سويته، صراحه رهيب صراحه، ضحكني. الشخصيات والسكتشات اللي تسوونها يعني ما ادري، وانا اشوفها يمكن الناس يشوفونها، احس انهم ناس صدقين. هل الشخصيات اللي تقلدونها والاسماء اللي تطلعونها
هم ناس صدقيين ولا من خيالكم؟ خياليه، كلها شخصيات خياليه. ابتسم عبد الله، ابى اسمعك انت بما انك ابتسمت كذا ابتسام. يعني قرارنا كلنا بيدك. هو خيال واقعي شوي، يعني مو خيال، يعني مو خياليه مره. هو طبيعي اصلا شخصيه يكون فيها زي اطباع، عرفت؟ يعني انا والله بسوي مثلا زي نقول عبد الله بربري لانه هو اصلا يعني خيالي. انا ما ادري ليش دائما يعني انا شفت نفسي كان عندي شيء يعني، فكنت بالسكسوكه، فطلعت في المرايه قلت كاني غني 40 كذا بس، عرفت؟ فقلت والله يبي لها النظاره ذي اللي تطلع العين في الليل واسري مع الميكانوس والسفريات فكذا يعني. بس يعني يجي واحد في بالك وتبالغ في الشخصيه حقته وتسويها. تقدر تقول، بس ما في يكون احد في بالي يعني، بس تكون عامه اكثر، عرفت؟ يعني مثلا يا اخي كيف يتصرفون والله كذا، سفريات كثير ما ادري ايش مثلا يعني. فيعني احنا نسوي واقعيه السياق وليس الشخصيه نفسها. بس يمكن شباب عندهم راي ثاني. باسل شويه اعطاني وضعيه انه كانها حقيقيه الشخصيه. تحس مطلوب. تحس انه الشخصيات اللي نقلدها غالبا بتكون خياليه. الا يعني بعض الشخصيات يعني تكون مو شخصيه تكون يعني خلينا نقول فئه، تمام. ويكون تقليد يعني كوميدي، تمام. الحمد لله يعني ما نسوي شيء اوفر يعني. صح، اهم شيء فئه هذا. من الناس. ايوه اهم شيء حتى لو بنقلد شخصيه ما نتطرق للاساءه يعني. صح. يعني حتى لو بنقلد شخصيه معينه نقلده في اطار تمثيله هو. مثل محمد رمضان في مسلسل الاسطوره قلد فراس بطريقه مضحكه، بس ما نتطرق لاساءه محمد رمضان يعني. نطلع بنفس شكله اللي هو في المسلسل، بس عندنا كيف نشوف تصورنا وكيف نطلعها بطريقه اوفر اكتنج مثلا يعني، عرفت؟ مثلا فنسوي موقف خيالي. مثلا يتابع مسلسلات مصريه فراس، كان عنده شخصيه الغني في المسلسلات المصريه. دائما عندهم كذا شيء ابيض هنا في الفوق كذا يعني، هو تخيلها يعني. لعلي انا دخلت كاركتر هو دائما بالافلام المصريه تشوف كاركتر الغني المصري يجيك على نهايه الفيلم ما يكون واضح، فهمت؟ شايب كذا شوي جالس في حديقه وراء الفيلا والرعب وراء جامع كذا الرعب اهم شيء. شو اسمه الاحمر هذا شو اسمه ايه، والبودي جارد والبودي جارد وكذا، وانه بيخلص معك الديل، وترى هذا الديل لو ما خلصت ترى ما بتمشي من هنا. طبعا انا البودي جارد إيه. ومعي الشنطه حقت الفلوس وما يمسكها يعني، إيه. انه هو فوق العالم. قد جاكم واحد طيب من اللي قلدتوهم خاصه من الشخصيات المعروفه، جاكم كلمكم معصب؟ تقصدوني مثلا، ولا معصب، ولا علق، ولا ضحك حتى؟ انا اثنين مين؟ قلدتهم وضحكوا على المكتب. بس ما ودي اقول اسمائهم يعني. انا بقول اسم، قد سويت بودكاست المعضلين وقلدت ابو ربيعه والقم، بس كذا مبدئيا والقم وضحك هو يعني. كويس. بس ارسلتها له قبل، ترى قلت له قبل لا انشر المقطع، يذكرون العيال، قلت تسمح انزل المقطع؟ ضحك هو، قال لي المقطع مره ضحكني نزله، فقلت خلاص اوكي. بالعكس هو احس الشخصيات هذه نجاح لها ان الناس تقلدها وانكم انتم تقلدونهم، انه معناته انك متابع من غير الاساءه طبعا، والناس تتابعك وتحبك يعني. لا فبالعكس ناس عندها روح رياضيه زي عبد الله يعني، اكيد انه عبد الربيع اقصد يعني، اكيد انه طبعا بينبسط من التقليد. انا عندي احساس انه واحد من اللي كلموك الشاعر، ما ادري ليش. اي واحد اي واحد بس قلد اكثر من شاعر. هو واحد بس، انت تعرف مين؟ السراح. هو ولا السراح؟ اسطوره اقسم بالله. كلمك او ضحك او علق؟ 10 فيسات ضحك. حلو. انا قلت كم 3 مقاطع ولا مقطعين. المقطع الاول رهيب هذا الكاركتر، انا مره ضحكني صراحه يا حبيبي. وفيه ثاني سمول لاتيه، عرفته؟ والثالث اسكريم في اكتوبر. ايه هذا بعد ضحك. هذا اسكريم في اكتوبر، هذا ما عرفت. الفتى الفضي. لا ما عرفت. اوكي اللي يطلع جالاكسي. معروف، يطلع جالاكسي. لا معروف، حتى طلع له فيديو قريب في ايه ومع نفس الجوالات اللي مع باسل. ايوه بالضبط. عرفت. وترى لو تلاحظ ترى في نظريه يعني، يا ليت تحطها محور يعني. اللي قلدهم يشبهون يعني. يعني انا اللاتيه شوف يعني، لو تحط له سكسوكه بس ولا تشبه. صدق انا اقول لهم
وما ادري ليش ينضغطون من الكلام ده. انا اقول لهم انا اتشكل على الشخصيه اللي اقلدها، انا يعني زي الصلصال. اقول ما اتشكل، يقولون لا يشبهون لك. كيف كل هذول الناس يشبهوني؟ كيف؟ يقول انا والله اتشكل اتفق عشان معهم شوي واتفق معك. معك بعد في نفس الوقت، لان انت لو ما تعرف تقلدهم بعد ما طلع شكلك غريب. صح. بس انت لما قلدتهم طلع مره مضبوط، لانه برضو في شبه وانت ظابط التقليد. يعني الحمد لله لا ضابط التقليد بس ما إيه. تتاثرون بالشخصيات اللي تقلدونها يعني؟ انا يعني في الصدق تصير تسوي زيه؟ انا شخصيه واحده الصدق اللي وش كنت اقول لهجه، كنت اقول نفس اللهجه بالغلط. اوكي. فهمت؟ زي ايش؟ جت فتره كنت اقلد حبايبنا واخواننا الشعب اليمني. ايه تمام. وكان يعني ترند ناجح. تمام يعني وكان يعني مقاطع ناجحه مره الحمد لله، وكثير كثير حبوها. فاللهجه شوي مسكت معي، يعني صرت اقولها المقاطع بالغلط. فهمت؟ فتقولها وانت تسولف مع اهلك؟ اي اقول لا في المقاطع وقت التصوير مثلا، او حتى في الطبيعه. يعني من مرات انزل مقطع مره ما له دخل بالموضوع، هذا يقول قاعد اتكلم يهمني ليش. بس الحين لا الحمد لله تعيد من جديد. فالحين لا. انا ودي اسالكم عن تجربه التمثيل في الافلام او المسلسلات. كلكم جربتوا تمثلون في اعمال فنيه صح؟ ولا جزء منكم؟ ترى اكدوا لي. انا عبد الله متاكد انه جرب. فراس انت جربت اعتقد صح؟ إيه. باسل ما ادري الى الان ما جربت. طيب ابي اسالكم بشكل عام. وتراه جاب الوثيقه يعني فاضي. في الطريق واضح باسل بتجيك العروض ان شاء الله يعني. مكسب اكيد. فبس تحسون اللي يصور سكتشات طالع متخرج من عالم السكتشات ممكن ينجح في تجربة الأفلام والهاي برودكشن والساعات من التصوير أو لا؟ ولو بينجح كيف ينجح؟ شوف انا اشوف الشخص اللي ينجح في السكتشات يعني من وجهة نظري اشوف الشخص اللي ينجح في السكتشات عنده بوتنشل انه يكون ممثل. يعني هي عنده الخطوة الموهبة. الأولى. ايه عنده الموهبة، لكن يبي له على الأقل يعني إعدادات. زي يعني ان المخرج يكون فاهم وش هو يسوي. وانا اشوف ان الشخص اللي يسوي سكتشات فرصه كويسه لعالم التمثيل لانه يكتب، لان اكيد السكتش ما تجي الا بفكره، والفكره يبي لها كتابه، والكتابه يبي لها تنفيذ. يعني هو قاعد يسوي كل شيء لحاله، فعنده على الاقل نولج خفيف انه يطلع في مجال الافلام. وطبعا هي تجربه تعتمد على نفس الفكره، هل انت بتدخله بالغصب ولا أنت بتدخله في دور يناسب نمط سكتشاته مثلا، أو هل هو مثلا سكتشاته يسويها بطريقة فلانية، هل هو مندفع، هل هو هادي، هل هو كذا، ويحط له الدور المناسب. المخرج يصقل موهبته كذا مبدئيا، بعدين الباقيين عادي يجيبون له دور مناسب أكثر مثلا. فأنا أشوف صراحة أي صانع سكتشات الأمانة أشوف أنه عنده البوتنشل والموهبة، بس إنه يحتاج من يصقله بطريقة صحيحة، وجهة نظري يعني. ما شاء الله. إن شاء الله يعني إنه يعني يحوز على إعجابهم بإذن الله. يعني أنت عندك تجربة تمثيل في فيلم وبينزل في ديسمبر بإذن الله. فيلم رهين. فيلم كوميدي، الجانرا حقه كوميدي أكشن، بطولة محمد الدوخي وعبد العزيز السكيرين، يزيد المجيول، وأنا وواحد اسمه خالد الأحمد. صراحة تجربة. والمخرج أمين الأخنش تونسي، والمنتج عبد الله عرابي. هذه الكيمياء عالية بينك وبين المخرج. أقول لك شيء، المخرج ما عرفني ترى. إيه مبدئيا، بس إنه ممكن أنت تقلده في الست، لكن مخرج عظيم. إيه. أنا حبيت الشغل معاه جدا، مريح وعطاني راحتي جدا. واستفدت هنا، استفدت أنا من السكتشات. ليش؟ لأن زادت مخيلتي، فلما أقرأ النص صرت أتخيل المشهد، فتوصل المشاعر أحسن، أحس يعني كذا. وش كان دورك في الفيلم؟ كان دوري شوي شخص متوتر، يعني مو متوتر، يعني خطوات، يعني حذر، لكنه فرد. طبعا أنا فرد من عصابة. إيه، فالفيلم هو كوميدي، فأنا دوري إني الشباب اللي يلا مشينا، أنا شوي حذر، بس إني مع شوية يعني من جنوب الرياض. فكان هو لك السكسوكة والجنوب الرياض من هنا طلعت سكسوكة. إيه، فكان اللوك ذاك هو كذا، جنوب الرياض، واحد حذر
ما هو متسرع وخواف. يا عيال لا تكفون، لا عرفت الوضع ذا اللي يا عيال اكيد بتسوون كذا، بس في نفس الوقت مجرم. بس مجرم في نفس الوقت. عرفت. حبيت تجربة جدا 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 تجربه حلوه. هي أطول تجربة أنت سويتها في التمثيل؟ ايه اطول تجربه ومستمتع فيه، وكان يعني التصوير حتى في رمضان، في تجربه يعني في رمضان بعد، فكانت تجربه حلوه مره الصراحه. ويعني كانت يعني طاقم العمل كامل كان جامد الصراحه، يعني الحمد لله. لا والكاست حلو، وأتمنى لك التوفيق صراحة. أنا متحمس نشوف اللهم العمل. امين يا حبيب قلبي. ودي أسمع الشباب. يعني تحس إنه أسهل عليك إنك أنت تصور سكتشات، إنك تدخل هالمجال، ولا تحس والله في صعوبة؟ أنا والله قاعد أخرج لنفسي، قاعد أكتب لنفسي، فجأة أنا صرت أداة، أنا صرت ممثل، والمخرج قاعد يقول لي شيء أنا لازم أسويه وأسكت ولا أقدر أشوف الإعادة. إيش رأيكم؟ شوف، كلام عبد الله صح الصراحة، قال نقاط كثير وصحيحة 100%. بس في مشكلة عند حقين سكتشات وشي، بس طبعا لها حل، اللي هو إذا صور سكتش يكون مستعجل. صح. فإذا راح في تجربة التمثيل يكون إيش برضه مستعجل، فيحتاج مثلا الشخص يقول لا يعني لا ترى وقت التمثيل وهذه خذ راحتك. صح. فهمت كيف؟ يعني هذه واحدة المواقف اللي صارت لي. أنا كنت عندي مشهد واستعجلت فيه، حلو، لكن كلمني المخرج قال لي كذا ويعني روق وطى الصوت شوي. نفسها طويل الأعمال إيه، الفنية. فمع سكتشات. تجربة خلاص صرت بس احلى فاهم. ترى أحلى لاني اخذ راحتي، صح. إيه. بدل ما اصور دقيقه وارمي كل الافيهات في دقيقه واحده، لا اصير كذا. هذا خلاص انت مرتاح، صح. مخك صافي يصير، لان في السكتشات انت قاعد ترمي الذبه والمدري ايش والذا كلها في اطار دقيقه واحده، سريع مره. بس هناك لا، هنا انا ماخذ راحتي. صح. تلقى حتى لو دور كوميدي تلقاك يمكن عندك أكثر من مشهد قاعد تمثله ما في ولا كوميديا يعني، بس أنت قاعد تبني بعدين ممكن يصير لك مشهد بالضبط. ولا غيره. أنا ودي أسمع من باسل. تحس أنك تواجه نفس المشكلة اللي يواجهونها الشباب قدام الكاميرا، أنك تتبع تعليمات المخرج، ولا يعني وش الاستعدادات اللي أنت مسويها لو بتطلع تمثل بكرة في عمل فني؟ كلام الشباب تقريبا احنا متفقين عليه كامل، كلامهم صحيح. بس عندي كم نقطة، اللي هي أنا أشوف السكتشات زي السوبر ماركت من مجال السكتشات، زي السوبر ماركت للمخرجين الصراحة، لأن ما يمديهم يجيبون ممثلين. أتوقع يعني أفضل مكان إلا من هذا يعني لأن الصدق يمديك تجيب منه ناس، لأنه يعني ما في معاهد تمثيل وكذا. صح. أي. والنقطة الثانية، ترى إنك تسوي سكتش في دقيقة أو دقيقتين في التيك توك مو بسهل انك توصل فكره كبيره مثلا او قصه كبيره في دقيقه او اقل من دقيقه حتى. تمام. فلما تكون عندك مساحه اكبر زي ما قالوا الشباب في التمثيل او في الاعمال الفنيه الكبيره، يمديك حتى تاخذ راحتك، ويمديك حتى تطلع شيء افضل من اللي بتطلع في دقيقه، لانك انت بتضحي في اشياء كثيره في دقيقه واحده. بتضحي بافيهات كثير، بتضحي في لقطات كثير عشان يكسر المقطع ما يملون الناس. فانا اشوف بالعكس الصراحه، ان انا اتوقع ان زي مثلا تجربه الزرفه، الشباب ما شاء الله حقين سكتشات ونجح الفيلم. محمد شايف وابو قماع. صح. فانا لا اشوف انه بالعكس، يعني مجال ناجح ان شاء الله. طيب، بما انكم في حقبه العشرينات والناس عارفين اي حقبه، اي نصف الجنزي من النصفين، الجنزي. تو خلاص قايل شكرا انك ماخذ الوثيقه. جنزي كلكم جنزي صح؟ ايه خلاص انتم جنزي. من الجنزي. إيه؟ الشخصيات اللي تقلدونها شخصيات دائما احس شخصيات ناس كبار، مو من الجنزي، من الاجيال القديمه. إيه؟ يعني التسعينات، الثمانينات، حتى يمكن السبعينات. مدرس، راعد ديفندر، مقدم بودكاست، بطل فيلم، شاعر، كلهم كبار. إيه؟ أنتم يعني ما عندكم ملاحظات على جيلكم؟ ليش مو قاعدين تقلدون جيلكم؟ طيب، لأن ودنا حنا صراحة نشوف سكتشات عن الجيل الجديد، لأن ودنا نفهمهم أكثر. حلو. أنا من وجهة نظري، يعني أقول وجهة نظري أنا، قل. حنا قل شوف، يعني مثلا أنتم يا الجن، وشو في حرف قبله؟ جن واي. جن إكس. أنا ما أدري جن، أنا إيش؟ جن. أنا واي. يلا أنت واي. حلو. أنتم بديتوا في فترة أو حقبة طاش مطاش،
يعني صح ولا ما انا طاش صغير يعني في إيه، 18 إيه. صغير طاش مطاش مدري ايش، عرفت؟ فانتم بنيتوا سكتشاتكم اللي في 2015 على ايش؟ طاش اللي مطاش. قبل صح. التسعينات وحنا صغار وش كنا نشوف؟ خنبله، الخلاط، صح. تمساح، بربس بالحب. مم. هذه خذها كذا شكرا يا بس. برنس، تفضل. إيه هذه جت كذا على السريع. يعني فغبار، يلا خذ ذي الثانية. طيب فحنا نشأنا على هذا الجيل، فدام حنا بدينا بهذا الجيل فأكيد بيكون التايب حقنا نفس الطريقة هذه. وأكيد 100% أن الريفرنس حق 2015 كان مبني أو ولو 1% من جيل طاش مطاش والسابق. فحنا أكيد عندنا الريفرنس يكون الجيل اللي حنا نشوفه دائما، اللي هو الخلاط وكذا، لأن هذا صراحة مراجع ناجحة للأمانة. لانه في مرجع إيه وبدا هذا العمل وله ارشيف، 100%. فتاثرتوا فيه. فانتم ما امداكم قصدك تشوفون سلوكيات الجيل الجديد عشان تقلدونها ولا عشان يعني ممكن الجيل الجديد يشوفنا حنا في المستقبل إن شاء الله، يعني يا رب يشوفنا مثلا حنا كريفرنس ناجح ويبدأ يطبق نفس الأسلوب حتى لو بدون وعي. فهمت قصدي؟ هي مو بلازم إنه يطبق يعني الشيء بحذافيره، لكن يطبق الشيء بدون وعي، إنه هو قاعد يسوي الأسلوب هذا بدون ما يدري، بدون وعي. لأن مثلا هو بنى نمط تفكيره على هذا الشيء من زمان، فبدأ يبني سكتشاته على هذا النمط والطريقة دي، عرفت؟ فأنا أتوقع كذا يعني. ايش رايكم شباب؟ صح. خلاص نروح صراحه للمحور عبد اللي الله بعده. يعني ما يعني قال كل شيء بالتفصيل ما شاء الله. إيه. يعني كلامه صح. 100% نتفق معه. واضيف اضافه، انا كان عندي ترند طويل اقلد الاخ الصغير، يعني جن بعد زد حتى. مم. اي وكان كرفانو هذا اتوقع من جنزي. ايوه اي أوه، ففي نكهني. كثير ترى نقلد الجنزي أيوة. كثير. أيوة، بس أيوة. برضو كلام عبد الله صح، ونقطتك يعني صحيحه بعد في نفس الوقت. طيب انا الحين من الجن واي، قلتوا صح؟ انا جن واي، اول مره اسمع جن واي. انا اخترعته ترى، اتوقع عمتوه كذا. والله ما بس احنا الجيل شوي قديم، فودنا انا ودي اواكب الجيل الجديد. يعني انا تعرف مقدم بودكاست كذا يتكلم يحاور وكذا، إيه. فلازم يصير مواكب. فكيف انا كذا اصير يا حب يا برنس؟ وش الكلمات حقتك يا حب؟ واكب عبد الله. عدل الجلسة هنا. واكب يا عبد الله برنس بالحب. بالحب. بربر لي وش بعد؟ ايه شيك لي. ملعبي. إيه. بس شيك لي. شفت بس رقم. لا وش ايه محظور. ترى في اشياء محظوره، فاهم؟ انت تبي تواكب الجن زد كذا، بيسمونك سمول لاتيه. لا بيقول لا سمول المراهقة. لاتيه ليش اصلا انت معليش ليش انتشر؟ لانه يحاول يواكب الجيل صح. الجديد، الجيل فيطلع يعني لا تواكب. اي لا تواكب. هذه النصيحة. ما حد ياخذ زمان وزمن غير. افهمهم أوف. افهمهم بس لا تتكلم زيهم. اي بس افهمهم عشان ايش يعني تقدر تتعامل معهم. ابى افهمهم بس اقول لك ما راح شيء، اتكلم زيهم. ترى منك بس لو بتكلم زيهم كيف بتكلم زيهم؟ منك ترى تجي حلوة عادي ترى. يا صدقني. اي حبيبي منك انا إيه. شكرا بس- انك اعطيتني بس ضوء الاخضر. بقول لك يعني بحكم انك جيت ملعبي. اي روح. هذا ملعبي يعني الحب واليحب وكذا ايه كذا النعنش يا اخي، نعنش، عرفت؟ يا إيه. حب لازم يا هزة برنس. طبعا يا برنس هذه كيف جت؟ تعرف الاغنيه المصريه على جيلكم بعد، يا برنس الليالي رمنت الميزان. بس فانا كنت اكلم الشباب يا برنس الليالي، ها ايش انا احسك اصلا انت من جيل الثمانينات، انت كلاسيكي كذا احسك، ما ادري ليش، بس انك حلو. طحت في الجنزي. اتوقع يعني اني طحت في مكتوب انك الجنسية تولد بالغلط. اي حسيت شوي في الايه. بس بالحب ترى ما يحبونها العيال، ترى هذا شيء لازم يعرفونه يعني. ليه؟ مع اني انا اشوفها كلمه رهيبه يعني بالله قبل شوي كنا نسولف قبل التصوير، قعدنا نسولف وانت كنت بتوصف كلمه ان تقروشت بس مشت، فانت قلت بالحب. فهمت؟ إيه. اللي انت تقروش يعني مثلا والله جيتك والطريق زحمه وتقروشت ولبست ملابسي وتروشت، بالحب خلاص. إيه. تقعد تتفلسف أنا أقول. لا تطولها وهي قصيره. شوف انا بالحب. اقول ليش انا وباسل مو نكرهها. والله يكرهونها. شوف لا انا عشان عندي نقطه بقول. شوف مو نكرهها، هي مشكلتها استخدامها نفسه. يعني مثلا انت متى تستخدمها؟ زي ما قال اذا كنت متقروش مثلا، تخيل انا متقروش ابغى شيء، ابغى اروح اسوي كذا، بعدين بروح كذا، اسمع لازم اسوي كذا، يجي يقول لي طيب عادي بالحب.
قبل قروشه بس ودك تلاقي ودك تمسكه تعطيه كذا بوكس بالحب. تحسه ما يقيم الموقف، ما يقيم. ايه انا متقروش كيف تقول لي بالحب؟ طيب النقطة يمكن هو يبي يهونها عليك. بس يا مو اخي بالحب. بالحب انت يا اخي. بس انا بعطيك يا نقطة. برنس. خلاص انت انت هي ليش رسمياً- انتشرت مرة؟ إيه. انتشرت يعني حتى بين العيال وممكن برا إيه. الكلمة هذه سبب من من كثر ما نقمعها انتشرت أكثر. فلو إحنا ساكتين ما قلنا له شيء ولا علقنا ما كان عليها، انتشرت من العيال. ما كان انتشرت صراحة. يمكن هذا السبب. بس ايش كله بالحب يلا الله يعين. والله كله بالحب. بس نطلع من هذه بدرس للجيل القديم والجيل الجديد. يا الجيل القديم افهم الجيل الجديد، بس لا تحاول تتكلم اي زيه. افهم. لا إيه تحاول يعني تتكلم زيه. باختصار ما حد ياخذ زمانه وزمن غيره. لا 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 بالعكس قلدنا، بس لا تصير مراهقة متأخرة يعني. بس اي يعني لا توصل للمراهقة المتأخرة. بس ما ينفع يا اخي، تخيل واحد عمره 50 يجي يقول لك بالحب. لا هنا بخاف. لا. اول شيء بسويه بخاف. والله يخوف. ثاني شيء ما راح اقعد في نفس المكان. وبتبلغ. ثالث شيء مو ببلغ، برفع الجوال اصور. إيه. اسوي شيء انا قاعد طيب بقول لك اصور. شيء من المواكبة، بحكم انه في المواكبات يلا. شخص عمره في 50 الان يقول انقر لابوبو إيه نمسي عليه بالخير. وناجح ورهيب نمسي عليه بالخير يضحك صراحة. يعني. هذا رهيب. ما عرفت. هذا زوط يقول زوط يعني احد كلماته الشهيرة يقول زوط يلحنها لابوبو الصراحة. انقر. بس هذا مقبوله منه صدق. مقبولة من هذا مقبولة إنسان- منه. اي هذا انسان عسل. ممسي يعني والله رهيب الجنزي والله. معطينا الضوء الاخضر. معطينا. اوه وانا ترى عيناك احنا الان يعني. انا شكرا. انت بحكم خلاص إننا- عندك ما يحتاج. لجنة محلفين الجنزي. مستمره الى مده صلاحياتها كم تجلس؟ هلا حتى تبي خلص تمدد تصوير. اكلمكم. إيه، احنا تاشيرة الجنسية. تم. ترى مره شعور حلو ان جيل جنزي يعطيك كذا الضوء الاخضر انك تتكلم زي الكيباس يعني هذا وش خلاص. نقول؟ يعني بس ترى انت عيش يا برنس. انت ترى ممكن فخ. بس ممكن فخ. ممكن فخ. اي ممكن يعني. شوف عبد الله نصح قال لك روح عيش يا برنس، ما ادري ايش، إيه. تروح تستخدم هذا كذا. انت جالس في الجلسه والله يا بالحب تمام. يستغربون منك. صح. او تستخدمه بوقت غلط. لا صح. اصلا ما احسها احسها مو يعني احسها طالعه بالغلط كذا. هي بالغلط يعني شكرا. كذا ما ادري ما احسها، ما اقدر احسها. ما عرفت. تتقبلها. بس ابي اقولها لانكم تقولونها يعني. بس لا مو بتقول اقول انا هو الحال. قلها لحالك خلاص. بالحب خلاص. بالحب الحمد يا لله. حبيبي. الحمد لله. طيب الاهتمامات. انتم اخويا صح؟ صح. بس الاخويا دائما اهتماماتهم مختلفه عن بعض. فانتم عندكم كلكم اهتمام بالتمثيل والفن، بس يبدو لي برا الموضوع ذا انتم مره مختلفين. فوش مختلفين فيه انتم؟ انا وفراس مشتركين في شيء نحبه، وبرضو انا وعبد الله مشتركين في شيء نحبه. انا وفراس نحب السيارات، نحب السيارات، تعديل السيارات، السيارات الرياضيه، السيارات راح ندعي على اللي يدعسون على طريق هذا لا، هو لا، باسل. هذا هذا باسل. انتم. لا لا باسل. باسل. مرة لا تسوي طالع من الشر يعني، بس عشان إيه. اقول لك يعني. ايوه ولا تسوي البريء. فعشان فراس السيارات. ايه نحب السيارات مره، هذا شيء مشترك. عبد الله يتقروش. لا انا ابي اشوفها من زاويتي رجاء. لما اشوف اثنين لا ما ادري وش لا يسولفون على السلندر. يا اخي وش ذا؟ ارحمني والله النذير رمانه. طب يمين بالله ذا السلندر. طب اسال شات جي بي تي يلا يمين بالله هذا سلندر ولا. وانا اقعد اقول لهم يا عيال موتر يمشي خلاص يا اخي، موتر يوديك ويجيك. اجل كذا انهم ضحكوا على طلاله يعني احس عجبتهم برضه. طلع مبسوطين. جوهم. هذه السطحه حقت الصهريج ولا حقت عرفت يسالون. فهذا الشيء المشترك بيني وبين فراس. اوكي. الشيء المشترك بيني وبين عبد الله يعني تقريبا نقول الكوره شوي، ولا نحب الراب الهيب هوب. بس انا الكوره مره يعني. بس هو شوي. كوره مره. هو كوره مره، انا كوره شوي. الراب نفس نحب الهيب هوب والراب، نحب نسمع فراس ماله في الهيب هوب. انا يكرهه اكره نفس كره عبد الله للسيارات. اكره الكوره والراب. بس طر الكوره هو. شوف قول. يعني الكوره الله اهتمام. يعلم الكوره اهتمام إيه. حلو. بس انا عندي مشاكل مع الكوره من انا صغير. ما عرفت العب هذه اللعبه ابدا. وصلت لمرحله ما يختاروني في الفريق كذا. طبعا كل فصل فيه كابتن صح او كابتنين، يلا كل واحد يختار الطالب اللي معه. انا ما يختارون. ليش ما يختارونك؟ ولا محرول حارس؟ في الملعب ما يلعب. ما اعرف العب. ما عرفت العب. يشوت رجله توصل هنا زي لعب شوشة كذا. شوشة. بس كذا. استمتع بشغله في الكوره. اذا جت مباراه مهمه الشباب كلهم كذا مجتمعين تابع المباراه، اشوف ايش الفريق اللي عبد الله يحبه
تضغطه. اسوي نفسي متعصب. مثلا عبد الله شاف هجمه، صح، هجمه راحت ضاعت هذه الهجمه، يزعل، لا انا اسوي زي، لا يا رجل ام القهر يا شيخ. معه. فهو يرجع لا ضغطه. بس هو ما يقول يعني مثلا اللي قل متروفيتش ضيع، انا هلالي طبعا حلو، قل متروفيتش ضيع هجمه، فهمت؟ ابو القهر مدري ايه، ابو القهر يا حكم، يقول ابو القهر يا حكم، وش دخل حكم كذا يرفع ضغطك بس. فهمت؟ وفي شيء ثاني قاهرني انا الى الان، هنا بطلعها انا امام الملأ. تخيل رايحين احد الايفنتات حلو، اسوي كذا احك عيوني والاقي متروفيتش وتو مسجل هاتريك على اهلي، يا سلام. ما ادري مسجل هدفين، انا خلاص بنجن. متروفيتش امس كان في جده وجاء الحين الرياض، يعني جنون. رحت ابي اصور معه انا والشباب. طبعا قل لي التقسيمه كيف مفروض، انا جنب مترو صح ولا لا، لاني انا هلالي واحب متروفيتش طبعا. فهمت؟ إيه. قل لي التقسيمه. فراس، متروفيتش، باسل، انا. ليش؟ اسمع القهر الزياده. الصوره بوريكم اياها. القهر الزياده انه يوم نرجع مثلا بتشوفون، طبعا انتم في الصوره بتشوفون انه كنا متروفيتش هو اللي طالب صوره من فراس، ترى اي والله اي، هذا القهر الاول. شوف اللي مهتم يطلع بثقه مع لا، لانهم اللي كانوا مسؤولين عن الايفنت، تعالوا يا شباب في مدري ايش لاعب كبير، يلا طيب لازم اتصور معه. قالوا يلا خلينا بنصوركم معه. طيب اوكي يلا. اروح انا واقف كذا، متروفيتش واقف راي مبسوط، انا كذا قاعد اللي ابغى اخلص الصوره بس عشان امشي، عشان فهمت كيف مشي الليله. طبعا عبد الله اللي يحب انا متشقق بس في الضفه الغربيه متشقق ورا ما هنا سحبت كذا. فراس ها ورا ما سحبت فراس وقفت مكانه. عادي يعني، كان سيتويشن سريع يعني. بس انه بعدين وش صار لما نرجع يقول ايه هذا اللاعب حق العطور، هذا اللاعب حق الايفنت اللي رحنا له مدري. اقول له يا برنس هذا متروفيتش. تسمح لي، طبعا انا انسان ما قلت لك ما احب الكوره ولا افهم فيها. شفت متروفيتش هذا، ما ادري اتوقع طلع في لقطه قاعد يتكلم ما ادري وش، وقلت له هذا اللي طلع باعلان اللي جابوه كذا بس يا اخي قهر. ابغى اصحح نفس المعلومه، هذا اللي جابوه ايفنت العطور ولا لا؟ هذا حق العطور. مسجل دبل كيك على مدري وين في اسيا، عرفت؟ هذا حق العطور. يا اخي ارحمنا يا اخي، ارحمنا يا اخي. تخيل يشوفون يقول لك هذا حق كذا، يعني كذا على السريع. قهر ترى. او ينسون سكتشاته ويذكرون الاعلان اللي سووه. ايه ما راح بالعكس تنسى. انا اشوف انه حلو عادي. قمع الشغل. صح يعني انت تتفق معي؟ اي عادي. لا بس هذا يقول حقة السكتش مثلا، انت اللي سويت السكتش هذا، بالعكس اشوف السكتش هذا نجح. لا احنا ما نتكلم عن لا السكتش. الاعلان يصير يقول انت اللي سويت اعلان الشركه الفلانيه، بس ما يذكرون ولا سكتش لك ولا شخصيه قالت. انا اشوف انه عادي. انت اللي صلحت لي اللمبه في علي بن علي وانت تسوي سكتشات. ترى زي كذا سووا. انت اللي طلعت من الموقف ووقفت بدالك، بس ما شاف لك ولا سكتش. ايه والله صدق تضغط. بس حقك تضغط خويك، حقك، وهو حقه يرد عليك. يمكن ظلمتوه في الصوره، بس اعتقد جون سينا عوضه. لا جون سينا مو بعوض، جون سينا العوض الكبير. هو العوض. جون سينا ترى والله هذه وجهة نظر فنية. هو اسمه جون عوض سينا اصلا. اوه بس هذا بالضبط. هذا جون صدق عوض هذا سينا. ولا والله ما يعني نظريات طلعت عليه بالحب. إيه. روح. يا عيال صار يقول بالحب. لا والله انجاز. لا قال بالغلط. يكرهوني. لا هذا تشيك بالنسبه لي تشيك انا. والله لا تسحبون الضوء الاخضر. لا ما عليك. لا خذ راحتك. الباقي عندك يا ابن الحلال بالحب والله ما عليك منهم. اسمع احنا من جلسنا واحنا نشوف ذا الحزام منسدح في ذاك ولا اول ابي اخذه ترى. اي وش سالفه الحزام ذا؟ طبعا هذا الحزام بقول لك سالفته. انا يعني ما قصر اول شيء فراس وباسل. كنت توثقت في السناب، عرفت؟ فالعيال قال لي ذا وش اجيب لك هديه يعني. قلت له ما ابي هديه يعني ما تفرق يعني بالله. في واحد يجيب معلش تبي تستغرب اني سالته وش اجيب لك هديه، لان مثلا باسل خلاص في اشياء باسل يحبها انا اقدر، بس عبد الله يحب اجيب له متروفيتش مثلا ولا ايش اسوي؟ يحب وش اسوي؟ تيشيرت يمكن إيه. الهلال. ما افهم فيها. فهو قال جبت لك شيء والله انت تفرح. وانت تدري انه يحب. انا ما كنت ادري ترى والله العظيم. كان عندي تصوير في العزيزيه، جاوا العيال لين عندي حلو في العزيزيه. تخيل رحت بريك التصوير طالع الا جايب لي ذا.
جايب لي ذا وكم هذا 39 من 50 قطعة جايب لي الحزام. أقول لك يا شيخ وين شوف. طيب شلون جبتوه؟ طيب هي وخلنا نشرح للناس وشو هذا، لان في ناس الحين قاعدين هذا يسمعون. هذا حزام مصارعة اللي يدخل فيه البطل انه انا فزت ما ادري في ايش. بس هذا تصميم خاص حق جون سينا. حق مين؟ جون سينا. هذا بس تصميم خاص هذا. انا اقول لك انا كيف اصلا طرف بالي هذا. ايه دائما الاحظه جالس في الصاله قاعد يتابع مصارعه، اقول لي يا ابن الحلال انت اكبر من كذا، هذا تمثيل، واحد يشيل واحد يضربه ومدري ايش. لا يا القهر اسمع المحاوره راندي اورتن مع ستيف جوستن مدري شو اسمه جوستن ذا عصير يا حب. المهم قلت بس هذا عبد الله يحب المصارعه ايه وبالتحديد جون سينا، لان ابثرنا الصدق يقول انا ودي اصير جون سينا انا مدري طب ايش. سكتشاتك اللي تسويها ذي وش مو تمثيل؟ قلت ايش؟ قلت خلاص جون سينا بجيب له. اصلا ما ادري كيف كذا طرت في بالي كذا، ربطت الاحداث. انا اكره المصارعه، عبد الله يحب يلا جون سينا، حزام جون سينا يلا. وش شريتوه؟ كلمتوا احد؟ لا هذا تشتريه من دبليو. تشتريه شراء؟ اي شراء. اوكي. هنا كم كلفكم؟ ترى ما قالوا لي تدري. والله اني ناسي كم. انا ودي عبد الله يدري في اللقاء. والله اني ناسي ذا كم. تشامبيونز عادي اقول كم هو غالبا فوق الأربعة. يخرب بيتكم يا إيه. عيال. أربعة. خذوه رجعوه يا عيال. ب4000 والله لو ودي الفند، قلت لكم لا تجيبونه. لا والله يستاهل ابو عابد. الله يطول عمرك. الحزام هو يحب جامد. الاشياء المميزه الصدق. يعني انا قلت خلاص حزام بس سوى شيء مجنون. شوز برضو ما ادري كم من افق ما ادري كم، يعني اشياء اللي كذا كان مشاركه ما ادري وشو. الزبده ان نايك شوز مع- جاي مقفل. نايك مع ترافيس سكوت. إيه. اوه والله العظيم اني ما لبسته الى الان محنطه لانه حرام والله حرام تلبس. حطيته كذا على جنب الصراحه. بس هم قاعدين الحين يعطونك هدايا، هل انت قد اعطيتهم هدايا؟ طبعا اول شيء اكيد اعطيتهم هدايا. آه. اول شيء اخوتي هذه على جنب. اوف يعرفها. عرفت اللي واحد ما جاب لهم إيه. هدايا. والله جبت لهم ان شاء الله يعني الخير. لا ما شوف قفل. الصدق، ما قفل. شوف انا بقول لك الصراحه يعني العيال والله يعني بدون ما يعني حتى يعني طرى موضوع الهديه، لان يعني قلت ان هذا جاء هديه والعيال وحنا يعني والله انهم يهدون بدون ما اقول، وانا اهدي بدون ما اقول يعني، لان يقول لك في الدين حتى تهادوا تحابوا. فالشباب والله من محبه نهدي بعض يعني، فندور اطرف مناسب عشان نهدي بعض الصراحه يعني. اكسوز بالله. تعبير عن ترى هداياهم غاليه اي تكفى. حقين السيارات دول. شوف كبوت باسل كاربون كبوت فايبر. كاربون عرفت. انا اجيب لي اكسوز. ايه هو انت نكبتنا يا ابو. مرة. ترى زياره واحده محل قطع غيار يا تدري ان موتر قفل- الحين قاعد قفل يضبط 3 سنوات قدام. بيركب له جناح. بيركب الموتر جناح يا اخي باتمان انت. بيركب موتر جناح وين بيقلع خلاص يعني ما الى وين بتوصل. طبعا هو يرتفع ضغطه من سالفه تكون انا وباسل جالسين، يجي باسل بالله ايش رايك اركب مدري وشو فرونت فليب. عبد الله يسمع اشياء غريبه داون باي مدري. كانهم يتكلمون صيني ما افهم ترى، ما افهم ولا اي حرف. بس عندي وجهه نظر نرجع للمصارعه شوي، لان الموضوع انا رافع ضغطي وعندي وجهه نظر فنيه اتمنى الكل يحترمها. المصارعه يقولون تمثيل، طيب يا حبيبي المصارعه هو ممثلين الستنت. تعرف الستنت صح؟ اللي هو الممثل اللي يسوي مشاهد خطره. حلو. تخيل انك ممثل تمثل عند 40-50 ألف شخص لايف، ولازم تضبط المشهد من مرة وعلى الفريمات. ترى شيء مو سهل. والحوارات اللي تجيك لايف تطلعها بطريقة تحرك فيها الجمهور لايف أصعب بكثير من الأفلام والمسلسلات، لأن أنت تقدر تسوي مليون تيك وتعيد، لكن لايف قدام الناس أنك تحرك الجمهور. جون سينا ليش أحبه؟ جون سينا أنا أشوفه أكثر ممثل كاريزما شافت عيني. لأن إنسان في المحاورات لما يدخل يتحاور مع المصارعين يقول أشياء مي موجودة في النص، ومع ذلك يحرك الجمهور يا أنه يزعل يا أنه يعني مسموح يفرح. يخرج من النص عادي لأنه هو أصلا كذا ويحب الراب وأغنيته اللي دخل فيها. لا دقيقة مع جون سينا دقيقة. اكبر من اللي يتوقع. دقيقة يحب الراب إيه. ودخل يسوى دخلته برابه بأغنيته، فيدخل كذا بشخصيته هو. هذا اللي يعجبني الصدق. ويعني يعجبني فيه انه يضحك. هو ترى يرمي ذبات في ذا وما يدري عنه المصارع الثاني ترى. يعني انا اشوف البيهايند ذا سينز ما يدرون ترى، ويزعلون لانه يرمي كلمه ما تجي على البال.
فانا احب الجو هذا الصراحه، لان كيف يفكر بالمشاهد ذي. بس وراه سحب عليه ودخل التمثيل. ها ليه سحب على المصارعه ودخل التمثيل؟ خلاص كبر، هو كبر خلاص، خلص يعني لكل بدايه نهايه طبعا. ما جاب بالك انه طيب يمكن ادرك اللي كان يسويه سماجه انه يسوي الواحد كذا؟ لا يمكن هذه اول إيش شيء كانت سيمي يعني هذه هذه كانت سيمين. بس مو بمنطق ان انت ضارب واحد ومنسدح وقاعد يطالع فيك وانت قاعد تقول له زي كذا. طيب اسمع، يا أخي من البدايه ما قلت حزام. شفته حزين مثل كذا من طيب بدل. شوف حزام تصوير. الدبل دبل اي. إيه. شوف انا خلاص يعني انت دامكم فتحتوا موضوع المصارعه وانا عيب اتكلم يعني، انا اشوف شيء يعني موضوع، فبتكلم خلاص بطلع ما في جعبتي يعني. فشوف جون سينا عشان اعلمك انه كرييتيف، كان الحزام ترى بس دبليو بيسك يا اخي. قال لك تدري وشو، انا احب الراب صح، شوف ايش سوالك تشك. يعني هذا أيوة. سي دي. لانه يحب الراب هو. قال لك اسطوانة. والله العظيم هذه معناته كذا. معناته تشك كذا. ها شوف ها كذا. بعدين ذا تشامبيونز هير جون سينا قاعد يناظر الحين مستغرب يقول انا ما اوف والله فكره. والله ما اتوقع انه يسوي زي كذا. لا والله لا فعلا ترى هو قالها في اللايف. حبيبي جون سينا انا ختمت عنه كل شوف شيء. ترى يحب جون سينا، يحبه لا مره والله. او ترى نقطته في الكلام اللي قاله ترى صحيح، بس هي في الاول والاخير الصوره نمطيه. صح، صوره نمطيه ان احنا اصلا كلنا وحنا صغار لازم تحب جون سينا، لازم تلبس ملابسه كذا يعني زي لا. ميسي وكريستيانو وانت صغير. انا كنت احب جون سينا. يحب اكيد انت بتكره المصارعه يعني، تقعد تشوف لي انا اقول صوره نمطيه تصاميم انهم شيلات على جون سينا طبيعي تشوفها حق اطفال هي يعني. صوره نمطيه انهم يكرهونها. يعني انا وانا صغير بعد كنت احب جون سينا. انا دقيت على امي قبل اسبوع عنده عشان اثبت له اني انا كنت احب جون سينا. قالت كنت تطلع بشورت جنز وما انت لابس تيشيرت وتنط فوق السرير وتسوي هذا اللي حركات. استفدناه من جون سينا. اي وانخلع بس جيل كتفي. قديم كذا. بس انا كتفي اليسار انخلع أوف. من جون سينا لاني هم يطلعون فوق الحبل ينطون صح. رحت انا هذا بصير المعجب سينا. اللي ما درينا عنه يحب جون سينا يا مرة. وانا صغير بس الحين بس عادي تدري يعني. ايش المشكله؟ ان امه فتحت جرح ميت قاعده تقول وانت صغير يو ذكرني عبد الله بايام جون سينا زمان يوم تحبه انت. طب عادي وانا احبه وانا كبير ايش فيها؟ طبعا امي اذا شافتني اوجه لها اكبر تحيه. امي واهلي كلهم الرأفة. تستاهل. كلنا تستاهل. نوجه الله تحية يحفظهم علينا ان شاء الله شباب. جميعا. طبعا انا اسمي امي الرأفة يعني اسم مميز. الرأفة. نعم لانها ترأف. أي ترف أم في عليك الدنيا اذا رأفة. قلت جون سينا وانت صغير. اوه رأفت كثير علي. الرأفة خلاص هو لقب يعرفون اهل يعرفون باسل فراس الوالده الرأفة، لقب الرأفة خلاص لان يعني انت اذا اتصلت الرأفة يتصل بك. نعم الرأفة تتصل بك حلو مو اللقب. العفوية اهم شيء يا رب. الله يحفظه ويحفظ امهاتكم ان شاء اللهم الله. امين اللهم اللهم آمين. امين. بسأل عن الانمي. ايش رايك في الانمي والناس اللي يقولون الانمي افلام كرتون؟ ايوه صح. ايوه هذا سؤال مين فراس؟ لا لك انت لك انت يا محب الانمي. طيب اول شيء هي اهتمامات تمام، وكل واحد يحب اللي يبغى. يعني اتمنى ما يصير اي تهكم لا منكم ولا من في المتابعين. شيء ولا انا من أي أحد. بقوله بس خلص. انت يعني انت التهكم من أول لازم نقفل بقى. يا كبير. لا انا بررت لك يا غبي فبرر لي الحين اذا جبت لي. الانمي شيء جميل الصراحه. يعني انت الحين تتابع مسلسلات افلام ودك تغير تمام. انا بديت اتابع انمي، تابعت ديث نوت معروف وكان انمي رهيب، غير انه ناروتو وسبيس تون وزي كذا. فبعدها بديت اتابع الاشياء المعروفه عشان اشوف استكشف. تابعت اتاك اون تايتن، ناروتو، بلاك كلوفر، جوجيتسو، ديمون سلاير. تابعت اغلب الانميات والصراحه فيها متعه. صح انه يكون فيه تشابه، وصح ان قوه الاراده وقوه الاصدقاء وقوه هذه اشياء اوكي، بس انت تستمتع يعني بالرسومات، تستمتع بالاوستات اللي هي ساوند تراك، تستمتع بالشخصيات، بمؤدين الاصوات. الانمي الصدق انا اشوف انه يفتح مدارك خياليه للشخص تمام. ما يكون يعني تفكيره محدود. فانت اذا تابعت شيء خلاص ستريكت، انا بتابع مثلا مسلسل، انا بتابع طعطع مسدس، لا ما لها دخل. بتابع ناروتو وهو يدخل على الاشرار في الوحل ما راح تابع الجحيمي ويسوي كذا ويصير 20 ناروتو. فشوف العقليه، شفت العقليه كيف تهكم. انا قلت له صوره نمطيه وبررت له في سالفه المصارعه تمام، ولا تهكمت عليك. فانت الحين قاعد تتهكم علي ليش؟ ما تهكمت عليك. بعدين عبد الله الربيع تتابع انمي الهبال، هذا الهبال صدق يعني. هذا شفت الجنواي لما يروح جنزي هذا هنا. انت مراهق متاخر تتابع لي ناروتو يتشكل وانت معضل وزنك 200 برا كأنك نشرة بلوت، تجي الحين هنا بعدين تتابع لي انمي.
انت بتاخذه بالكلام يعني. اي واحد يتابع انمي هنا هذا عبد الله ينزل ترى ورا الملعب. الكاميرا، انا في قد شيء قد قد سواه. قابله. في شيء قد سواه، قد راح السينما الحالة عشان يتابع انمي. يوم دخل السينما عشان بس تعرف حق الانمي كيف، كلهم ناس جايين لحالهم تحسهم كذا غريبين. لبوبو السينما وكل واحد جالس لحاله وقاعد يتابع ناروتو مدري إذا. طيب اتكلم. ما انا في- كني عرفت اللي انت حضرته. الديمون سلاير إيه. ما علم احد حتى نزل. انه بيروح. لا إيه، قلت ما حد العيال. يضحك. علمتك يا عبد الله ولا لا؟ قلت تجي معي. كنت باجي معه والله. كلمت العيال شفت اني تمام؟ بس انا لما ليش اقول ما له جيت؟ قلت له تعال معي يوم جاء عرض شو احس اسمه انه عيب يا اخي. نايت اوف تشامبيونز جاء قريب. جون سينا دخل قدام عيني شفته كذا، كنت قاعد في الزاويه قلت له تعال معي، قال بصراحه يا الورع ما ادري شوف هو. بس يوم ديمون ورديتها سلاير له ولا رحت؟ يوم ديمون سلاير قلت له بروح معك. شوف الفرق، طيب فرق ما رحت. طيب هو ما جاء معي، هو قال لي لا قام يستهين. انا بس قلت ما له لا رحت- بس ما كمل جميل. ما لانه هو معي، راح ما سر معي. راح خلصه. شفت المهم، قبل ما شوي علينا. قاعد يقول لك انه قال دخلت خلصة. صاله السينما تمام. داخل حالي ما حد جاء معي. الله اكبر ما واكل الدنيا على احد الصراحه، لا عبد الله ولا غيره. المهم في خاطر المهم. بس ايه رحت قلت خلني اتابع لان كان منتظر الفيلم هذا. ايه فالصاله كانت فاضيه، فجاه اشوف الناس يدخلون واحد واحد. ليش ما حد جاي مع اخوي يعني؟ هل هو صدق الموضوع يفشل ولا لا؟ فكان في 3 كذا كل واحد في زاويه جالس في الصاله كبيره، كل واحد جالس لحاله. فهذه النقطه تابع. يعني. شوف أنا والاشكال استوائيين كلهم ايه في بس انا ماني يعني في فئه في الانمي ترى اللي يتابعون الانمي، فئه هي اللي يخرب اسمع. الصوره النمطيه تمام. فئه غريبه يعني الصراحه، شادينها مره. والله حق يا- الانمي اي شادينها فيهم فئات. زي اللي حقين شو يسمونها، حقين ون بيس عمك. فهمت؟ تقول آه. ون بيس عمك لوفي عمك. لان ون بيس مو بعمك. انا لا اترك المقارنه واستمتع. لا ون بيس مو بعمي ابدا. بس ون تخيل بيس طيب ولا لا ناروتو. ناروتو؟ تخيل منظر تدخل تشوف واحد هرش طوله 190 ياكل كذا ويركز ويتابع ناروتو يتشكل. يا ترى اخي المنظر يخوف. يا اخي ارحمني بس. حتى فراس مو مع الموضوع. لا هو ابدا مو مع الانمي. انا لا مع مصارعه ولا مع الكوره ولا مع انت مع ليش؟ مع الانمي سكتشات تخيل انك بس. تطلع مع باسل كذا، تطلع كذا تحصل باسل كذا ما شاء الله واحد كذا ضخم كذا وجالس يتابع انمي وقاعد يضحك. زي ابو ربيع. طيب والله شكل يخوف. ها، ابو ربيع تخيل ابو ربيعه ماسك ايباد وما تشوف اصلا، بس تشوف ظهر تقاسيم ما شاء الله. إيه. تروح تدخل عليه من جوا تسمع إيه. وين تكفى يا يمكن هم الناس الضخمه يبحثون عن البراءه فيهم صح لانهم فاقدينها من فتره، نقطة مهمة. فيروحون يلقونها في الانمي. بريء انت. صح؟ كبير لا لكن والله جواتك صدق. لانه ما حد لا. يقدر يطقهم، هم اللي يطقون دائما. عرفت؟ يعني هل جواتك لبوبو؟ انا ايه لبوبوات. لطيف طلعت والله. انا مرة هذا كثير. شيء كشفته الحين يصير خير. طيب انا بعرف بس فراس انت عندك وجهه نظر في موضوع اكل الشباب ولا؟ انا قلت لك ما احب الكوره ولا احب الانمي ولا احب المصارعه. الصدق ما اشوف سادة يعني الكوره اللي ما اشوفها شيء تافه. إيه. كورة يعني لها اهتمامات ولها جمهور كبير مرة ولا تقدر تضغط على الكورة. لكن المصارعة والأنمي شيء تافه صراحة. بس تبي تتابعه وتنبسط فيه براحتك، بس أنا أشوفه شيء تافه. طب وتيشيرت جون سينا والله اللي يزعلون في عليك. دولابك؟ ما عندي تيشيرت جون سينا أتحداك. والحزام أقسم بالله اللي ما جبت لي. عندي عشان أرضيك. تدري الحين في جمهورين كبيرين بيقلبون عليك. حجز معك انت رسميا. لا بإذن الله ما قول حد آسف. أسوي ذا شيء. بس بوس الحزام تحس- عبر عن اسفك. لا بس تحس الاكل الصحي مؤثر على اهتماماتك، والاكل اللي مو بصحي مؤثر على اهتمامات الشباب ولا ما له دخل؟ أكل صحي؟ ايه اكذب عليهم بس. كيف أكل صحي؟ قصدك إن أنا أكل صحي؟ انا سمعت انك انت كويس في موضوع الاكل. شوف الشباب مخربين. ما أقول أكل صحي. أنا أحب طبخ البيت. أحب الأكل اللي ينطبخ. اوكي كيف كل الأكل ينطبخ؟ قد قلتها أول، كل الأكل ينطبخ. بس تعرف يوم تحط أكل كذا على النار وتروح تسأل والد تقول لك يبي له ساعتين، هذا الشعور ترى رهيب. كذا ريحة الأكل في البيت وساعة ومدري إيش وتقطيع وتسمع أصوات كثير. هذا الشيء اللي أنا أنبسط إذا أكلته. لكن الفاست فود الأشياء هذه يعني ما شاء الله تجوز الشباب. يعني أنا لو ما نزلنا فاست فود بعد اللقاء ما أقول لك إني بتقرف تاكل معنا؟ منها ولا شيء، باكل. بس إذا في خيارات هو الفاست فود آخر خيار عندي لأني ما أحبه. الشباب ما عندهم مشكله. لا شباب ما عند، يعني عندك الشيخ هذا ما شاء الله
فرامه يعني ياكل اي شيء. لا لا ما لا شاء الله يعني أي يا رب شيء مو نذكر بصحي. الله بس. ما شاء الله عليه، اي شيء مو بصحي ياكله والله. لا بس انا والله معك، يعني ما في احسن من اكل البيت صراحه، خاصه اللي حصل له ياكل طبعا في البيت، يعني صح. اللي ما هذه يحصل له معذور يعني خاصه. بس انتم الحين عزوبيه يعني جالسين في شقه اتوقع، فاتوقع انك تطبخ اذا بتاكل اكل البيت، ما ولا أعرف أطبخ. اجل مالك الا تطلب؟ اطلب ما من مطعم يسوي اكل كذا، اكل تحسه جاي من بيت. انت نظام المطعم 5 خوات هذول انت اي تطلب اشياء منهم. هذه يعني محصل. عندك الشباب ترى يتنرفزون مني من موضوع إيه. الاكل واقول لك حواوشي وورق كذا عنب اشياء، إيه. عرفت الاشياء مطبوخه. وانا جنبه برجر، عرفت. ام فلانه 5 خوات، المطاعم قريتنا ديرتنا أيوة، كذا، هذول الأشياء يعني ادعم تطلبون. الاسر المنتجه مره الأشياء واحده، هذه. يا حبذا لو. لكن فوقت طلب الاكل ما اتوقع حتى ان لي خيار معهم صراحه. والله شوف، يعني أنا أحس الأكل يأثر على الأداء الصراحة، ف يسمعون نصايحك إذا قلت لهم عدلوا أكلكم؟ ولا ما ملاحظه يسمعون؟ بس ترى الكلام هذا الحوار ترى مو بانه احنا ما ناكل اكل بيت اي وبس ناكل فاست فود، وانه هو ما ياكل فاست فود بس ياكل اكل بيت. إيه. هو مجرد يفضل يفضل، تمام. وبالعكس سالفه الاكل البيت انه افضل شيء، هذا انا متفق معه 100%، تمام. بس يعني شوف. عرفت اللي تبي تاكل بس خلاص يعني. لا بس شوف، هي كذا. نقطه الاكل اللي انا اطلبه، انت تشوف الاكل اللي اطلبه هو اشياء إيه. اطلب اشياء شياب حمام، وبشكل تطلب يطلب حمام بشكل والدنيا حر بشكل والعالم تبي كثير، بس صدق اطلبها تعيش. بشكل كثير. ليه فهمت؟ الحمام بس بشكل في البرد؟ كبير. هو يروق، لا هو انا احس كذا. الحمام اجواء أمر. بر، عرفت. والله فاطلب رايك. اشياء شياب إيه. وبشكل دائم، مو اني افضل، بالعكس اميل للاكل هذا. فهمت؟ تيجي اوقات مثلا باس يقول اطلب لك وش والله بطلب شاورما، يلا اشيل شاورما نجيب، ما في مشكله. طيب عمركم صفيتوا في لاين؟ كثير بس مو باني ابي اصف لاين عشان ابي اصف لاين، لا. انه شيء يستاهل مثلا. ترى انا اتقروش من سالفه صفه اللاين هذه. ليه؟ طيب شوف بقول لك شيء، هذا اول شيء يسكت على خفيف، يسكت على خفيف. مين؟ فراس اول اكثر واحد يطلع هو. طيب وين اطلع؟ قهوه. كيف اي قهوه؟ تروح قهوه. هل اروح اصف لاين؟ لا بس تروح قهوه. قهوه واحد من العيال مم. خويي اروح اتكي معه فيها وما فيها لاين، تدخل كذا القهوه اقعد مع اخوي اصلا ما راح يخليك لكن تصف اني لاين. طيب باسل، انا باسل بخلي باسل يتكلم بداية. طيب بس في لاين. بالنسبه لللاينات انا اقول لك ما نصف دائما. اذا بنروح نتقهوى اصلا المبدا الاساسي ان احنا ما ننزل. اذا نزلنا نروح مكان، يعني نروح قهوه خوينا نتكي معه. غالبا هي اللي خاصه الفتره الاخيره هي اللي نجلس فيها دائما. ولكن بعض المرات يصير مثلا في قهوه جديده فات عندهم شيء مميز، زي في قهوه عندهم ايس كريم ماتشا غريب نبي نجربه. ايس كريم ماتش ما يا اخوي اول مره ادري عنها والله يا اخي، انت اسطوره يا اخي. المهم نسمع، خلينا نسمع. نجرب ايه في مثلا 10 قدام عادي، فاضي ويكند، فهمت؟ 10 بس- قدام عادي ويكند فاضي نبي نجرب بس ونمشي. جتني صدمة ترى أنا. ما يعني والله ايه. ما نصف. ليش انا اقول لك ليش؟ بس أصلاً مو في سبب بغلط إني اذا بصف كان لاين. جنبك خويك وتقدرون تسولفون. بالضبط أسلم. بس الأمور انا تمام. في سبب اصلا ما يخليني اني اصف لاين، لاني انا عندي مشاكل مع حقين لاين، في صراع بيننا. فتخيل اسمح الحق اللاين يقول شوف سولف عني وانت هنا. لحظه بجا عشان كذا عشان كذا انا يعني- احاول اني اروح اتغاضى اي شيء في فهمت. زحمه. يعني اللاين يكون هذا اللي قلت لك، الموقف بالحب. يكون مره في الشهر او مره في الشهرين. شو قاعد يقمعها، ما يحبها ترى. شفت بس الحبيب ما انا بيتوتي. بيتوتي يحب يلعب عشان كذا سوني، رمالك شيء هو مو متاكد منه صف. يلعب دقيقه يلعب العاب اطفال ويتكلم عن الانمي. صح. يلعب جيمر. أنا جيمر. نينتندو سويتش ماريو لا، يضرب كذا بالتنس مو بجيمر. وش ذا؟ نينتندو سويتش. إيه لا انا جيمر لا يعني مو بجيمر. لا، مو جيمر جيمر. قوي. لا نينتندو سويتش نينتندو سويتش وسوني فيفا يعني يلعب بس فيفا، يلعب شو اسمه فيفا. ماريو. العب ماريو ميكر وماريو كارت ونينتندو سبورت، والعب سوني فيفا. كنت مصنف ترى زمان. سلام. فيفا اوكي نعم. فيفا اوكي يعني، بس الالعاب الثانيه هذه ليش تلعبها؟ والعب كود، والعب اوفر واتش، والعب اوفر واتش. اوفر واتش ترى توب 500 على العالم. نعم. في نظريه كذا. على اوفر واتش يعني، تمام، ما ودي اقولها. بالحب خلينا نسولف عن الالعاب والاهتمامات حقت الالعاب، يعني اهم شيء. عرفت لا حقك يعني انا ترى احب اقعد في البيت.
يا اخي متعه. اكثر من وبلوت ترى، انا بلوت ترى، انت يعني تبي تفوز قابلني، والله اني اقولها بثقه. بلوت تبي تفوز قابلني. يسموني عبد الله شيري ترى. عبد الله شيري يعني. نعم هذه تصلح اسم شخصيه. عبد الله شيري. سكتش نعم ممكن عبد تسوي. الله شيري. عبد الله شيري. عبد الله شيري. في احد اسمه عبد الله شيري او شيري؟ في داود الشريان، بس عبد الله شيري انا عبد الله شيري. لا في فرق بين الشيري إيه. والشيري. يعني صدقني في فرق. انتبه لو بس. طيب ابي على طاري الطلعات واللاينات يعني انا عجزت اعرف وش ذوقكم الموسيقي. يعني وش تسمعون اغاني انتم بالله؟ جيت الملعب تنحنح فراس. ابي يبدا. هذا ما عنده ذوق ترى في الموسيقى. في الموسيقى مو ما عنده ذوق كاهانه، لا بس ما عنده ذوق. عادي يسمع شيله بعدها يسمع محمد رمضان اغنيه من عامل فيل كذا. طيب بس هذه ميزه ترى. تخيل ان تقول لي، تخيل انك انت بتشغل اغنيه انت تحبها وتخاف ان انا ما ودي فيها بس اسمعها. ما اشيل هم اذا انت معي. هي ما تشيل هم. واشياء الناس اللي انا اسمع لهم ترى جمهورهم ممكن لو يقابلك برا عرفت، انتبه. لا بس انا اقصد انت ما عندك ذائقه معينه، مو بقصدي اني اقول ذوقه سيء. ما عنده هويه. ما عنده هويه معينه. يعني يتفق معي باسل. الا شيء واحد ياكل حمام وكذا. الا شيء واحد هوية. يحب الاغاني المصريه المهرجانات هي ولا إيه؟ يحب محمد رمضان. شوف الاشياء الشعبيات اللي زي تقول اتوقع يسمونه هو راب مصري. مهرجان. هذا مو براب اصلا. اي كذا الاشياء اللي فيها حماس بس مو دائما. لا مو بذوق يعني هذا اللي يرقص. مو بذوق الاساسي. مو بذوق الاساسي. شوف نرجع للمنطقه، عبد الله وشو بيتوتي، فما يطلع معنا كثير فهمت. فممكن في كذا مره طلع معنا اوف هذا ذوقك فهمت. وش الاشياء ما يعرف وش الحياه برا. احب اصاله، اسمع الاصاله صراحه والله ذوق. عندك خالد عبد الرحمن اغاني حلوه، ابو نوره، الاشياء اللي فيها عود. الاشياء اللي فيها عود هذه الاشياء صح، هذه اتفق فيها. عشان انا ابين لك اني مو بيتوتي بس عرفت. الضويحي والله ذوق حلو. ناس حقين العود والاشياء هذه. والشباب وش يسمعون؟ انا اقولها لك وبالفم المليان. هذا راب. راب. انا من هذا انتهى فلوات. والله ترى عندي مقطع نزلته في عيد الاضحى. الاضحى غنيت راب كذا يعني استهبال، بس يعني كنت فري ستايل. الحين جايب يمكن اتوقع 500,000 لايك. كفو والله. هذا اللي علق عليه واحد امريكي. ايوه هذا من العيد، من الاضحى موجود. عيد الاضحى. ايه رهيب بس ما انت قاعد تسوي فيديوهات راب كثير. اي لا ما اسوي راب كثير، بس اني يعني هاوي راب. يعني انت الفري ستايل عندك سهل تقدر تسويه؟ اني يعني على الخفيف يعني ما يعني نزلنا لك بيت مثلا ممكن نزل لنا فري ستايل. شوف تبيني امشي لك على الفلو ما عندك مشكله، بس اني اقول لك كلمات ما ادري الصراحه، ما عندي ما يعطيك كلام مو بحقيقي. إيه عادي بس تمشي على الفلو. ايه اجل ابي اعرف باسل وش يسمع، وخلنا نجرب نحط بيت ونسمعك ايش رايك. الله يستر يلا اوكي. انا احب رابح صقر. الله كل البومات اغانيه اشياء صح. يعني الصراحه صح. انا اول شيء يعني عادي توقف لاينات ترى. انا لا والله ما له دخل. شوف الصوره نمطيه رابح صقر. لا اسمح لك انا. اي صوره نمطيه كذا رابح صقر. انا احب رابح صقر الصراحه. هنا في الخليج يعني. برا احب دريك. احب دريك. كنت احب كندريك لامار، فصارت في مشكله بينهم فشوي انحزت لدريك شوي. انت من حقين دريك. ايه صراحه الله يعينك. طيب وتوني سافج بعد احب توني سافج. جمهور كندريك الحين بيغليك غليان يا رب يتسامحون قبل لا تنزل الحلقه. المصلحه باسل. ايه المصلحه. تبين نحط لك بيت على السريع؟ اي صح يلا جرب فري ستايل. طيب اسمع بيت اللي يحبه هو. في بيت هو يحبه. ايه. طيب اسمع في سماعه. طيب خل بنجيب لك سماعه. طيب شوف اسمع. ايه خلني اغني حقه اللي قلتها الفري ستايل دي. لا نبي شيء جديد، نبي على الفلو خربط، بس نبغاه الفلو صح. اسمع تبي اعطيك اذا ما انت مرتاح حلوة. عادي. ما عليك يلا. مرتاح فكره حلوه خلاص يلا ما عليك ازهل. اسمع بقول في السالفه يلا خلي الكلمات مدح فيني وفراس. صح يا شين ترى بيسبك بالغلط ان انت تعرف وش زين علمتني. اول شيء بسويه بسبهم. هذا بنزل دس تراك عليه. يمكن تحديد موضوع يصعب الموضوع عليك. اول شيء ايش تسمع الفلو كيف النمط حقه يمشي، فيصير تسمع طا طم طا طم طا طا طم
اليوم انا والله ماني بمواصل. ليش طالع بودكاست مع فراس وباسل وماني بحزين؟ لا والله ابدا، لاني قاعد اليوم مع عبد الله الحسين. نسيت الكلام الباقي والله، ما ادري وش اقول يا عبد الله، ما في كلام في بالي. بقول لك اني اليوم سافرت لبالي. يلا وبوريك هبالي، بقول لك اللي قلته في الانستغرام. اوكي روح. يلا. السلام عليكم، كل عام وانت بخير. الله الله باللايك، الله الله بالشير. قطع لي التيس باللحمة والعظم، لا تجي وتقول لي هذا يوم البعيد. اليوم طالعين انا وابو زهرة، طالعين على الفرة نشرب لنا قهوة. كوستاريكي ولا برازيلي عادي، حالي ولا حامض ولا مر. عاد عيدك بالعيد والمسر، عاد عيدك باليمنى والمسر. أحب أقول لك الأكلة بتدخل من المعدة، من حلقك إلى حتى السر. أنا ما بنا أنا فلو كذا سريع. يعطيك العافية والله. الله يعافيك. لا أنا ما قصرت صراحة، رهيب. بس في مشي على الفلو. ماشي أنت على الفلو، أنت واضح الملكة موجودة. يلا إيه الملكة موجودة ترى واضح. ما تخرجت من الجامعة وعندي فلوات يعني على خفيف، يا مخرجين الراب. موجود أنا إيه موجود. يا حبايبي والله. طيب قبل ما نخلص بس مشكلة الشبه بينكم عالجتوها؟ يعني لو واحد يبي يفرق بينكم وش يسوي؟ احنا شوي ممكن في الكاميرا من بعيد كذا لمحة نتشابه، فالناس يلخبطون. وبدأ الموضوع هذا أصلا أن تعرفنا البعض من موضوع الشبه، فصار الموضوع ملزم لحد الآن. المشكلة أن يحسبونا بعض المرات شخص واحد، بعض المرات ما يفرقون بيننا، بعض المرات يشوفوننا أخوان. فشوي يعني نقول معاناة خفيفة. يعني مثلا أطلع في الشارع يجي واحد يقول لي هلا والله فراس كيف حال يا أخي، مقطعك الأخير جامد. أقول له الله يعطيك العافية، أمشي الموضوع. نفس الشيء مع فراس. انا يجوني ناس درسوا معه. انا درست معك في الجامعه الفلانيه ولا يفرقون. اي وانا ماشي معه على اساس اني باسل صح. طيب نبي نعرف الفرق الحين شلون. أنا بس ركز ثانية بس في وجهنا تشوف فرق مرة. فحتى الموضوع ترى بدأ يتطور، ممكن للبزنس ممكن يصير فيه لبس. يعني يكلمون فراس على انه باسل، ويكلمون باسل على انه فراس. فتصير يعني وش تشوف الفرق صح؟ او هل تشوف نتشابه؟ في تفلة هذه مي عند باسل، اسمها تفلة هي. إيه. وفي شغلة ثانية، أنا أحس أنت لو طلع الدقن بيصير ستايلك عوارضي. يا سلام. فبيفرق لأن ستايلكم الحين يشبه بعض، شنب وشنب. انت يلخبط الناس. تشوف نشبه بعض الحين، انت تشوف نشبه بعض والله كصورة نمطية. لا شوف، لأني جلست معكم فترة طويلة الحين، بس قبل يصير خير أول ما عرفت عبد الله من بعيد كذا وأنتم تطلعون مع عبد الله أحيانا وتتعاونوا في سكتشات، بيني وبينك كنت ألخبط لين عرفت إن هذا باسل هذا فراس وتابعتكم. بس قبلها ترى كنت ألخبط. طيب فما لوم الناس، بعطيهم غير ستايلك بس غير ما غير ستايلي. بعطيهم يعني فروقات. أول شيء فراس حواجبه وشنبه أخشن وأكثف، تمام؟ هذا فرق واضح يا حبيبي في فرق واضح. انت ما يعني شاء الله هو طويل، هذا طوله 100 و190، انا طولي تقريبا 176. بس ما حد بيجي بيقول كذا. لا مو 190، 186 نصاب 100 و1000 ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. رب الدقن عشان يصير خلاص تكسر والله الشك جدي باليقين. يعني إيه. بس انا ما العميل مو أبغى قايل دقيقة بشوف من اللي شعره أخشن عشان خلصني لك كوتيشن. دقيقة. دقن انت طيب. باسل انت ليه ما تطلع دقن؟ ليه ما تطلع دقن؟ والله ودي بس انا ما يطلع مكتمل صراحه. حتى طيب أنا ما السالف كبر السالف. لا عاد كذا زلف يطلع إحنا في من الثمانينات. الجنواي. شيل الشنب. والله طيب لا. يطلع من شيل الجن الشنب. حقكم. شيل بالضبط. الشنب. إيه. يقول شيل الشنب. اقول شيل الشنب. 2025 عادي ترى. صح، واحد في يقول شيء. أكثر من دور شلتوا فيها الشنب. ما شلنا الا هذا ميك اب. اخفاء بس ميك اب. اخفاء ميك اب. انا شلت شنب وعانيت الصراحه عشان بس هذا كيف الدور. شفت كيف شكله؟ طيب وش الحل؟ ميك اب طبعا بسوي شوت اوت بسيط. ميك اب الشنب سويت لي اختي الصغيره. صدق؟ اي والله. هذا حق اللي يخفي الشعر. اي اوه اجل بالضبط لي. لها مستقبل في المجال. باذن الله. الله حاول يوفقك إن تدخل شاء الله. المجال، توسط لها. والله تستاهل ليش لا. الله يعطيكم العافية. ترى فراس وباسل ما يشبهون بعض، ركزوا
اذا جيتوا تتواصلون معه. انتبهوا تكفون. تكون باسل الفرد، فراس المباركي. وصل عبد الله عبد الله. في انت تشبه احد انت؟ يشبه شوشع. لا يشبه شوشع. نايف. اتمنى من الاديتور يحط شوشع جنب. والله تهكم يعني. هذا شيء غير مقبول. هذا الحين صار يصير نقد، ما صار يصير خير يعني. فكت هذه يعني ابو شبل يعني بحكم الزمان. بحكم الزمان. لا امزح يمونون بالعكس امزح. الله يعطيكم العافيه. احنا في الاخير عندنا رساله تصير خير. ودنا تدورون شيء في الحياه توجهوا له رساله تصير خير، تقولون بالنسبه لي كذا وكذا، نحب نقول يصير خير. بما انكم ثلاثه ودي رساله تكون ثلاثيه. يلا والله حلوة. من هذا المنبر عبد الله، فراس، باسل، نقول الجائزة جوي أوورد يصير خير. يصير خير. يصير خير بس يصير خير. ترى ولو واحد جابها مننا كلنا احنا جايبين. صح. تستاهلون والله كل خير ان شاء الله. نرجع قدام الكاميرا هذه احنا ماسكين الجائزة. كيف انا ما قد شفت الجائزة صراحة. واحد كذا مجنح كذا الزبدة باخذ واقول يصير خير. بس هذه صار خير. يصير خير ان شاء الله وتستاهلون. عادي اخذ اقول واحده ثانيه. قل. لكل شخص يقول ان بودكاست يصير خير مو افضل بودكاست يصير خير. والله كيف يصير هذه غصب نخليها. هي ما نقدر هذه نشيلها. انتهى. شكرا يعطيكم العافيه والله نورتونا. شكرا لك. انبسطنا معك. نور.